السلام عليكم ورحمة الله، وجولة جديدة من دورينا دوري نجوم العراق. ونحن الآن نصل إلى الجولة الثالثة، 5 مباريات مهمة سوف تكون منقولة عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي، الرياضية العراقية وقناة السريانية. اليوم في هذا الاستوديو سوف تكون هناك مباراتين، الأولى تجمع المتصدر فريق أربيل بآخر الترتيب فريق الكرخ، هذه المباراة التي سوف تكون منقولة على القناة السريانية، والمباراة الثانية سوف تجمع فريق الزوراء بضيفه فريق نفط ميسان. مباريات اليوم كما نوهنا، الكرخ يستضيف على ملعبه أربيل، زاخو يستضيف ديالى، الجولان يستضيف الشرطة، الزوراء يستضيف نفط ميسان، وآخر المباريات سوف تكون القوة الجوية الذي يستضيف الصاعد حديثا لدورنا فريق غاز الشمال. مباشرة نرحب بضيوف الموجودين في الاستوديو. خليني اليوم أزاغل على اعتبار اول استوديو يكون وياي. نرحب بكابتن حمزه داوود، هو ابو البيت وصديقه هو كابتن حمزه. وانا اليوم شويه منسقين بالاربطه. ايوه مساء الخير عليك. انت التقديم قدمته بشكل رائع، قدمه مثل ما قبل ما احكي بالتلفزيون. ابن الكراده ايش قلت تحكي؟ طلعها يمك مو يهمني. كابتن حمزه نورت وشرفت. مساء الخير عليك سلام علي وعلى ضيفك الكريم وعلى جمهورك ومشاهديك الكرام. الله يسلمك. كابتن خلف الضيف الدائم. انا الضيف الدائم، وهو راح يكون ابن القناه ان شاء الله. شرف انه يكون متواجد معنا كابتن. سعيدين جدا سعيدين جدا بالضمام الى اسره المحللين لدوري نجوم. رجل محترم جدا الى ابعد الحدود، مدرب ورجل انسان. وهل يخفى القمر؟ إذن خلينا نتكلم عن مباراة اليوم. جولة جديدة كابتن حمزة، مهمة، وخصوصا جولة صعبة جدا على بعض الأندية وعلى بعض المدربين. اليوم يمكن قد نشهد أول إقالة في دورينا، أو يعني نتكلم عن مباريات قد تعصف بأندية. إذا تقصد الكرخ فحقيقة يعني لا، حتى غير الكرخ، لكن نعم. استاذ بالي، أنا دائما أقول عندما يصير هناك عدم ثقة بالقائد، أنا برأيي تصير السيطرة على البقية صعبة جدا، خصوصا إذا كان المدرب هو من النوع اللي احنا نعرفه يجب أن يكون قبل أن يكون مدرب هو مربي. الفرق تمر حاليا أنا برأيي أزمة حقيقية بسبب، وهذا اللي دائما احنا ما نكرره، أزمة الإعداد. أغلبية الفرق لم تكن متهيئة للدوري. أغلب الفرق جاءت وكأنه الدوري سيكون مع اللاعبين اللي تعاقدوا معهم هو مكمل لهم، لكن اكتشفوا حقيقة مهمة جدا، انه كلما بكر الفريق واستعد من وقت، أنا برأيي سيكون عنده مجال بالمناورة ومرونة بالعمل، سواء باللعبات التجريبية أو من خلال الوحدات التدريبية. لهذا أشوف أنا اليوم الجولة، وللأسف أستاذ حسين للأسف يعني الأخبار تتردد وبقوة أنه هناك إقالات، يعني بمعنى أن نسميها جولة الفرصة الأخيرة. طبعا يعني خلينا نأخذ، احنا بدينا مع منه؟ بدينا مع الدوريات الأوروبية، أصلا سبقنا قبلهم يعني. لهذا أنا أشوف يعني خل أول مرة نشوف هناك إقالات بالدوريات الإنجليزي والأسباني، والفرق الكبيرة أيضا خسرت. يعني لماذا هذا الاستعجال على المدرب؟ يعني هل المدرب يتحمل وحده هذه يعني الإشكالات اللي صارت بالفريق؟ أنا برأيي إذا تريد تتحاسب، هناك أغلبيتها تتحاسب الإدارات. هناك إدارات تعاقدت مع اللاعبين ومن ثم جاءت بالمدرب. هنا يأتي دور المدرب. أنا برأيي يجب أن تكون هناك حلقة مكملة وليس حلقة مفقودة. الحلقة المفقودة بهذا الموضوع هو المدرب اللي دائما ما نصب كل أخطائنا عليه، وإحنا شاهدناها في أغلب الفرق. لهذا أقول أنا من المبكر جدا ومن الصعوبة جدا على دورينا حتى يستقر أن نكون قد بدأنا بالإقالات. طيب خلينا نفتح ملف مباراة فريق الكرخ وضيفه فريق أربيل. هذه المباراة التي سوف تكون في الساعة 6:30 منقولة على قناة العراقية السريانية. المتصدر يواجه صاحب الترتيب الأخير، يعني المقدمة والمتذيل. نعم، بعد جولتين. شوف، لو اكو متناقضات بهذا الدوري ونتائج غير متوقعة، اللي هي الفرق الجماهيرية الأربعة، اللي هي الشرطة، الجوية، الطلبة، الزوراء، لم تحقق الفوز في هذا الدوري. زين، هذه واحدة. الشغلة الثانية، أول مرة من سنوات طويلة كابتن حسين لم يحقق أي فريق فوزين متتالية.
الغير المتوقع 7 أندية صدرت الدوري برصيد 4 نقاط، ومنها أندية ربما خلينا نقول الجولان، الفريق اللي صاعد منين؟ من الدوري الممتاز. هذا الفريق كان الأقرب أن يتصدر الدوري ب6 نقاط. بس اكو مفارقه بعد. قل لي. الى الان اي فريق جماهيري لم يحقق الفوز. هو بدنا نقول لك واحده من عدة. طيب الجولان كان الأقرب، لو سجل يوسف فوزي ضربة الجزاء على ميسان كان هو محقق فوزين، يعني على ميسان وعلى من؟ على فريق نادي الكرخ، اللي اليوم راح نتكلم على فريق نادي الكرخ. هذه طبعا هذه من المفارقات اللي صارت بالدوري. طيب اكو أندية لحد الآن شباكة نظيفة، اللي هي نفط ميسان، جولان، يعني مباراتين لم يدخل مرماها هدف. فريقين لم يسجلا أهداف، الكرخ ونفط ميسان. نفط ميسان حقق نتيجتين 0-0، فهو عنده نقطتين دون أن يسجل ودون أن يسجل في مرمى. إذا تكلمنا على مباراة اليوم مهمة بالنسبة للفريقين. فريق يريد ينفرد بالصدارة، طيب، اللي هو فريق نادي أربيل، بعد ما حققوا الفوز الأول على الكهرباء على أرضهم 2-0، ومن ثم جاءت مباراة الجوية، والكل يتذكر مباراة الجوية. فريق الجوية حصل على نقطتين من تعادلين بالأوقات القاتلة. هذا السيناريو أصبح ماركة مسجلة باسم القوة الجوية، ولهذا كان قد يكون فريق أربيل كان ممكن أن يتصدر ب6 نقاط، لكن اجت الدقيقة اعتقد 96، يعني الوقت بدل الضايع، سجل فريق القوة الجوية هدف التعادل على فريق أربيل. أربيل اليوم فريق يتطلع للصدارة. إذا تكلمنا على فريق الكرخ قدم بالمباراة الأولى مستوى مختلف عن كل المواسم، مستوى أنا أقول غير جيد، وكان أداء اللاعبين سيء بالملعب. بالمباراة الثانية مع الجولان أنا أقول فريق قدم مستوى، لعب أفضل من المباراة الأولى، لكن مرة أخرى خسر المباراة. طيب العلامة كابتن حمزة، العلامة الفارقة في هذه المباراة أنه هذه المباراة هي أول مباراة لأربيل خارج ملعبه، جمع 4 نقاط على ملعبه. مدى صعوبة هذا الموضوع وهو يخوض أول مباراة له أكيد اختبار على ملعب منافس؟ نعم أكيد اختبار حقيقي. يعني المباراة لأربيل ب4 نقاط وكان أقرب ل6 نقاط، تعطيك فكرة أنه فريق أربيل استعد بشكل ممتاز جدا. عندما تم اختباره مع فريق القوة الجوية بطل الدوري، استطاع أن يقدم مباراة في شوطين متوازنة جدا من حيث الدفاع والهجوم. أربيل اليوم عنده فرصة كبيرة أن يواصل التصدر، استغلال الوضع الغير مستقر لفريق الكرخ، والأخبار اللي تتحدث عن هناك تغيرات بالجهاز الفني، وهاي دائما ما تلقي بظلالها على المستوى اللي دائما احنا نعرف اللاعب المحلي او اللاعب المحترف عندما يتاكد ويكون هناك شبه تاكيد على انه المدرب سيغادر، انا برايي يكون ليس هناك استقرار لا بالتشكيل ولا بالمستوى. لهذا فريق أربيل مع لؤي ماشي بالشكل الصحيح بجانب مهم جدا، وهو الفريق منضبط تكتيكيا، لديه روح، وكأنه هو استمرار الموسم الماضي مع باسم قاسم رغم تغيير اللاعبين وخصوصا الهداف تيموروف. لكن أنا أشوف فريق أربيل اليوم عنده فرصة أن يواصل الصدارة، وفرصة أيضا للكرخ أستاذ حسين، فرصة أيضا للكرخ أن يتنفس ويعيد حساباته إذا حاول على الأقل أن يأخذ نقطة من المتصدر، وهاي فرصة للكرخ على ملعبه، لأن فريق الكرخ حاليا بالمركز الأخير لأول مرة في تاريخه. فريق الكرخ يقبع كمتذيل للدوري بلعبتين، بعد أن كان اللي يمتاز بفريق الكرخ قليل. طيب المحترفين خلينا نتعرف على المواهب. بما نتكلم عن هذا الموضوع خلينا نتعرف على أرقام الكرخ هذا الموسم في أول جولتين. الفريق الوحيد الذي لم يحصد أي نقطة، الفريق الوحيد الذي لم يسجل مع نفط ميسان، أضعف خط دفاع واستقبل 3 أهداف، سجل عليه خلال الشوط الأول والثاني، سجلا عليه خلال الشوط الأول والثاني. أجرى المدرب 3 تبديلات بين المباراة الأولى والثانية من حيث قائمة المباراة. أرقام سلبية بصراحة للكرخ، هذا الفريق اللي تعودنا عليه خصوصا الموسم الماضي كان هو الحصان الأسود. كابتن حمزة ذكر لك نقطة جدا مهمة، قال لك أول سنة هاي البداية السيئة لفريق نادي الكرخ. كابتن حسين عودنا نادي الكرخ مع نهاية كل موسم
يرحلون عنا الكثير من اللاعبين، لكن في هذا الموسم منو اللي رحل من فريق نادي الكرخ؟ اثنين من اهم اللاعبين بالفريق اللي هم يونس غني لاعب الوسط اللي كان يجيد الكرات الثابته ويسجل، يعني اذا 10 كرات هو يسجل منها 5. انا مسوي الاحصائيه. ويونس حمود هداف الدوري اللي حاليا هو بنادي توك. انا اقول ذول الاثنين. خالد كوفي لا ننساه. خالد كوفي. خالد ممتاز. محمد خالد كوفي. محمد خالد. فذول اللاعبين استطاعت الاداره والكادر التدريبي ان يعوضون قيمه ذول اللاعبين. انا متصوري لا حتى اللحظه لا، لكن كبدايه انا باعتقادي انه فريق نادي الكرخ ما راح يبقى على هذا المستوى، ربما هو بين اسبوع واسبوع يجب ان يتطور. هو بالاسبوع الاول ما شاهدنا من الفريق اي مستوى. طيب. بالاسبوع الثاني كان حالته كانت افضل من ناحيه الاداء، من ناحيه الوصول الى المرمى، خلقوا الكثير من الفرص. المهم هذه المباراة أنا تصوري جدا جدا مهمة، يعني حتى لو النقطة من نادي أربيل ويبني عليها للمستقبل. طيب خلينا ننتقل إلى ملعب الكرخ والزميل مصطفى عصام المتواجد داخل أرضية الملعب. مصطفى، مباراة مهمة خصوصا لفريق الكرخ الذي يبحث عن أول فوز له أو أول نقطة في هذا الموسم، وهو يواجه فريق أربيل المتصدر برصيد 4 نقاط. مصطفى ارجع لك بعد قليل الى حين يعني تعديل المشكله الفنيه اللي الان. وانا كنت انوي اسال مصطفى عن موضوع مهم. تعرفون ملعب الكرخ كمباراه عليه هاي الجوله؟ لا اعتقد 5 مباريات. 3 مباريات في هذه الجوله؟ في هذه الجوله. نعم. اتكلم عن مباراه اليوم اربيل، واتكلم عن مباراه القوه الجويه وغاز الشمال الساعه 9:30، وباكر عندنا النفط وجهوك. هذا شيء شنو اللي يوحي لنا؟ شو ينطينا؟ هذا يوحي لك انه احنا بعدنا لحد الان ملاعبنا الاخرى غير مهيئه لان تلعب بها مباراه. لا هسه اوكي انا اروح وياك، بس هم ينطينا موضوع مهم. تعطيك اشاره الى انه اداره نادي ارضيه الملعب اللي جابوا لك خلينا نقول الثيل الفرنسي او اجت الطواقم الهندسيه اشتغلت على هذا الملعب من احلى ما يمكن. اذا الاداره اكو عمل حقيقي داخل اداره نادي الكرخ بكل تاكيد. انه اذا في جوله واحده تستضيف 3 مباريات وارضيه الملعب نتكلم عن انقاذ لانديه بغداد والمباريات في بغداد. صحيح. يعني اعتقد نرجع الى موضوع مهم وهي الملاعب برايي كانت وزاره الشباب ارتكبت خطا كبير جدا، خصوصا لما نعرف هذه المنشآت منشآت حيويه ومنشآت مهمه جدا، ويعني كانت حتى بطوله اسيا للنخبه اقيمت بعض المباريات على ملاعبنا، لكن ان تصل الملاعب بهذا الشكل وفي وقت مبكر، يعني احنا دائما نعرف انه خبر ملاعبنا ياتي دائما في فصل الصيف، بعد الشتاء لم ياتي، يعني سنشاهد ملاعب بارزه جدا. كارثه. يعني انت كابتن انت تصور اذا اجانا الشتاء والثلوج راح تنزل في زاخو وفي توك وفي اربيل، والارض راح تكون مبتله، عاده من تنزل الثلوج. نعم. ومباراه تجري بالمطر، ربما الانديه الشماليه راح تخرج خارج خدمه الملعب. ممكن. نعم. طيب خلينا نرجع الى مصطفى. اذا كنت تسمعني سالتك عن اهميه هذه المباراه بالنسبه لفريق الكرخ الباحث عن اول نقطه في هذا الموسم او اول فوز له. نعم حسين، تحية لك مرة أخرى. تحدثت قبل قليل بس أنت ما سمعت. يعني مدرب فريق الكرخ الكابتن أيمن حكيم علل الموضوع تراجع نتائج الفريق، عدم تحقيقه أو يعني أي نقطة في أول مباراتين إلى 3 أسباب. أولها مسألة التأخر بالإعداد بالنسبة لجميع الفرق، فهذا الأمر بالنسبة إلى أثر على الفريق. أيضا عدم تعويض اللاعبين المغادرين بلاعبين ذات يعني نفس يعني ذات القيمة. تحدث عن يونس حمود، محمد خالد كوفي، وأيضا اللاعب مجتبى. يعني هنالك أسماء لم
يتم تعويضها بنفس المستوى الفني، إضافة إلى تأخر التحاق اللاعبين المحترفين. هذا الأمر كله أثر على يعني نتائج فريق الكرخ بحسب المدرب، وبالتالي هي مباراة منتظرة، مباراة قوية جدا بانتظارها أمام فريق أربيل. فريق أربيل هذا الموسم يعني على الرغم من الحصول على 4 نقاط، وإضافة إلى ال4 نقاط اللي حصل عليها حسين هو الأداء الجيد اللي ظهر به الفريق، وحتى ربما المباراة الأخيرة أمام القوة الجوية ربما كانت دقائق تفصل عن تحقيق الفوز الثاني على التوالي، وبالتالي الفريق سيشكل خطر حقيقي بالنسبة على فريق الكرخ. وإذا يعني ننتظر هذه المباراة، مباراة ننتظرها ممتعة بين الفريقين. نتحدث بصورة سريعة عن غيابات الفريقين. نتحدث عن فريق أربيل فهم 3 لاعبين بداعي الإصابة، اللاعب همام طارق وعلاء رعد، بالإضافة إلى حسن رائد. أيضا ما زال فريق أربيل ينتظر وصول البطاقة للمهاجم المغربي إسماعيل المحراب، وبعد وصول البطاقة للاعب إسماعيل المحراب سينتهي ملف أربيل. كل الفريق سيكون جاهز للمباريات المقبلة، وبالطبع يطمح فريق أربيل هذا الموسم لأن يكون منافس على اللقب. وهذا يعني وبصراحة حسين يمتلك الفريق جميع المقومات. إذا نتحدث عن لاعبين فهو يمتلك أسماء مميزة جدا هذا الموسم على المستوى، حتى الجهاز الفني أيضا جهاز فني لديه خبرة في دوري نجوم العراق، وبالتالي يمتلك كل المقومات فريق أربيل لأن يكون منافس على اللقب. ما يحتاجه هو الاستمرارية بمستوى، يعني الاستمرارية من ناحية المستوى وأيضا من ناحية تحقيق النتائج الإيجابية. على الجانب الآخر نتحدث عن غيابات فريق الكرخ، أيضا 3 غيابات. تحدث عن المدافع عمر نوري، أيضا المدافع الآخر محمد مصطفى، والحارس محمد شاكر. بقية اللاعبين جاهزين لهذه المباراة، مباراة مهمة بالنسبة لفريق الكرخ، يحاول أن يخرج من هذا الوضع الصعب، من وضع النتائج السلبية وعدم الاستمرار بتحقيق نتيجة سلبية أخرى والمباراة الثالثة على التوالي. إذا ننتظر مباراة جميلة بين الطرفين، والآن الصوت والصورة لك، تفضل. مصطفى إذا كنت تسمعني أسألك على أرضية الملعب، وأيضا نتكلم عن احتضان ملعب أربيل ل3 مباريات في هذه الجولة. ملعب الكرخ يعني حسين الى حد نعم الى نوعا ما جدا الارضيه مقبوله بالنسبه اذا قارناها ببقيه ارضيات ملاعبنا. يعني انا شاهد انه ممكن جوله بعد جوله الارضيه راح تظهر بشكل اجمل مثل الموسم الماضي. شاهدنا ملعب الكرخ حافظ حتى نهايه المسابقه، حافظ على جماليه وشكل ارضيه ملعب المباراه. ربما يعني حسين ضغط المباريات اللي راح ياثر، كل يعرف انه اكثر من عندما يعني يحتضن الملعب اكثر من مباراه، هذا الامر سيؤثر على أرضية الملعب. لكن شاهدنا قبل قليل حتى كانت الكوادر متواجدة للتأكد من سلامة يعني الأرضية، وأنا شاهدها يعني من ناحية الاستواء الأرضية مستوية يعني شكل جميل. يبقى موضوع وصولها إلى الصورة الكاملة والجاهزية الكاملة لاحتضان المباريات يعني يحتاج إلى جولة أو جولتين. شكرا مصطفى المتواجد داخل ملعب الكرخ واللي وافانا بأهم المستجدات قبل انطلاق المباراة. وخلونا نتعرف على بعض الأرقام اللي خاصة بفريق أربيل هذا الموسم، خصوصا إذا تكلمنا عن ملف المحترفين اللي يعتبر ملف مهم جدا، واللي أهم عدد كبير من اللاعبين المحترفين اللي تم التعاقد معهم. أما بالنسبة للاعبي خط المقدمة لنادي أربيل، مصطفى قابيل، ميليون، محمد خالد كوفي المنتقل من الكرخ، إبراهيم بايش، كريستوفر جون لاعب الزوراء السابق، وإيزي محترف نيجيري. إذن هذه كانت أهم الأرقام بالنسبة لفريق أربيل. كابتن، تكلمنا عن فريق أربيل والكرخ، خلينا نتكلم يعني بعجالة خيارات المدربين. شوف قبل ما نروح أنا راح أتكلم لك على أربيل. أربيل اليوم مو فقط عنده التشكيل الأساسي قوة ضاربة، وإنما الأسماء اللي حاليا أنت اللي طرحتها واللي تكلمت عليها، هناك في خط الهجوم اللاعبين القادرين على صناعة الأهداف وتسجيل الأهداف اللي هم إيزي، مصطفى قابيل، بالإضافة إلى لاعب الكرخ السابق محمد خالد. التشكيل اليوم اللي راح يلعبون به، راح يلعبون بحراسة المرمى حسين حسن، ورباعي الدفاع محمد شبر علي، بانكي، سيجي تاس، وعمر جنكي ظهير الشمال. في خط الوسط راح يكون محمد الطاي، عامر الجاموس، واكو حريز اللي سجل بالمرحله الاولى اجمل اهداف الجوله، التسديده اللي كانت على بعد حوالي 30 متر، بالاضافه الى اللاعب ابراهيم بايش. في خط الهجوم اللاعب السابق اللي لعب بالدوري العراقي اللي هو كريستوفر على جهه اليسار، واللاعب
الهداف اللي يسجل في المباراتين ميولين راح يكون رأس الحربة الصريح في هجوم فريق نادي أربيل. بالنسبة لتشكيلة فريق الكرخ، وهل هناك تغييرات حول لتشكيلة نادي الكرخ عن المباراة الأولى والثانية؟ اعتقد اليوم بال4-4-2 يعني بيها مجازفه استاذ حسن. يعني انت عندك خسارتين تيجي تلعب باثنين مهاجمين صح على ارضك، ولكن الحذر. وتكلمنا مباراة الفرصة الأخيرة من الممكن أن تكون. أنا أتفق معك جدا، الفرصة الأخيرة يجب أن تكون متحفظ من البداية. أنت تعرف بدك تلعب أمام المتصدر مهاجمين اثنين، ممكن أنت على الورق 4-4-2 أتفق معك، لكن أنت عندك خسارتين على الأقل بال4-5-1 ممكن أقفل خط الوسط إذا ما علمنا أنه قوة أربيل في خط وسطه، وهاي مهمة جدا خصوصا عند جناحين ممتازين جدا. اليوم يلعب جعفر شديشل بالمدافع اليمين مصطفى رميض، عندك قلوب الدفاع فابريس وحسين فاهم، دفاع اليسار مؤمل راشد، حيلعب كجناح مهدي عباس وأليسون، زاكري وأليسو كارتكاز، حيدر حسين وسورو مهاجمين. يعني أنا تكلمت ال4-4-2 بيها في خط الوسط سيكون فراغات كثيرة، إلا إذا اعتمدوا على حيدر حسين بالرجوع كي يلعب 4-5-1 في حالة الدفاع. في حالة الهجوم أنا ما عندي مشكلة إذا كانت هناك حيازة وهناك اتفاق على أنه تكون عندنا طريقة عمل من الخلف، لكن هل قادر اليوم أيمن الحكيم أن يحرر الظهيرين؟ لأن إذا أنت تبقى تدافع بستة الفريق المقابل تهاجم بستة، الفريق المقابل حيدافع عليك، أنا برأيي ستفشل في التسجيل من البداية. لهذا أشوف أنه اليوم فريق الكرخ يجب أن يكون متحفظ منذ البداية. طيب. ومن ثم يستنزف أربيل، وبعدين المدرب عنده خيارات أخرى. طيب، نوهنا عن وجود 3 مباريات على ملعب الكرخ، طلع انه مو 3 4 مباراة الطلبة ونوروز، 4 مباريات في هذه الجولة فقط على ملعب الكرخ، ملعب الراحل شرار حيدر. ملعب بسيط يعني ما يعني خلي والله دارات الأندية تتعلم، ما بيها طبعا ملعب بسيط وحتى يكون يعني يجيب مورد مالي للأندية. طيب كابتن خلف، ما زال سوق قبل ما ننتقل للشوط الأول، ما زال سوق الانتقالات مفتوح. هل من الممكن الأندية اللي إلى الآن تعاني من سوء بالنتائج أن تدعم صفوفها؟ ما زال هناك وقت، ما زال وقت، لكن من اللاعب اللي أنت تجيبه راح السمسار يجيب لك إياه لو أنت عارف لاعب ومتفق وياه سابقا. طيب من المتوفر حاليا قوقية، أنت كان عندك موضوع على قوقية تسولف به. قوقية اليوم وصل إلى بغداد، البارحة وصل إلى بغداد، إذا اجى على سبيل الإعارة وسجل مع فريق نادي الزوراء. اولا حتى نكون واضحين، اليوم قوقية سوف يكون متواجد في مباراة الزوراء ونفط ميسان، وسيكون على المدرجات. قوقية بشكل يعني شبه رسمي عاد الى فريق الزوراء على سبيل الاعارة بعد انه طلب من إدارة نادي جيروم التركي أن يعود إلى العراق وتمثيل نادي الزوراء بسبب مشكلة التسجيل بالنسبة للاعبين. 10 لاعبين محترفين يجب أن يكون في كل نادي، مع لاعبين 2 تحت سن 23. لم يشارك في المباراة الأولى والثانية مع الفريق التركي، وصل إلى مفاوضات مع النادي ليعود من جديد لتمثيل الزوراء على سبيل الإعارة. اللاعب سوف يتواجد اليوم في مباراة نفط ميسان على أن يكون متواجد في قائمة نادي الزوراء في الجولة المقبلة أمام فريق زاخو. إضافة مهمة للزوراء في ظل هذه الظروف وفي ظل هذه الأوضاع بالنسبة لقوقية عودته. تجربة فاشلة أخرى لمحترفين المحليين. يعني مسألة الإعارة أستاذ حسين أنا أحكيها بصراحة، يعني مسألة الإعارة ذكرنا بإعارة كومو لعلي جاسم ومن ثم إنهاء خدماته. هذه إشارة أنه لاعبين غير قادرين على الاحتراف بالدوريات الأوروبية، وغير قادرين على تحمل ما يحدث بالدوريات الأوروبية من تمارين على مستوى عالي واحترافية بمعنى الكلمة. طيب. هذا أنا أشوف هذا الأمر طبيعي، لكن يأسفنا أنا كنت أتمنى لقوقية أن يستمر، ولكن للأسف يعني هم تجربة أخرى لمحترفين. هسه المشكلة بقوقية لو بالنادي التركي وقضية تسجيل 12 لاعب، هذا الموضوع راح نتكلم عنه بعد إن شاء الله في مباراة الزوراء والنفط ميسان. هذه انتقاله إلى أرضية ملعب الراحل شرار حيدر، وأحداث الشوط الأول لمباراة فريق الكرخ الذي يستضيف فريق أربيل. الصوت والصورة للزميل جمال الدراجي.
نتمنى أن نشاهد شوط أول جميل. شكرا للزميل العزيز حسين البهادلي، شكرا لضيفيك في الاستوديو التحليلي. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحبتي مشاهدي ومتابعي قنوات شبكة الإعلام العراقي، وافتتاح الجولة الثالثة لدوري نجوم العراق لموسم 2025-2026، ومباراة الافتتاح لهذه الجولة تجمع ما بين فريقي الكرخ اللي يلعب على ملعبه في هذا اللقاء، الفريق اللي يعاني في البداية لهذا الموسم بعد تلقي خسارتين على التوالي، بينما فريق أربيل صاحب النقاط الأربعة في سلم الترتيب هو المتصدر بفارق الأهداف عن 6 أندية مع 6 أندية، مع فريق نادي أربيل هم المتصدرين لدوري نجوم العراق خلال هذا الموسم. نحن نلعب في الجولة الثالثة، نتمنى التوفيق للكرخ اللي قدم الموسم الماضي موسم استثنائي مع مدربه طبعا أيمن الحكيم اللي يتواجد للموسم الثاني على التوالي مدربا لفريق الكرخ. الموسم الماضي كان بشكل جيد، فريق الكرخ قدم مستويات كبيرة ونتائج كبيرة، لكن البداية متعثرة لفريق الكرخ خلال هذا الموسم. وبينما على الجانب الآخر فريق أربيل الطامح وبقوة من خلال هذا اللقاء الذهاب بعيدا بنتيجة المباراة لتعزيز الصدارة مع مدربه الجديد طبعا لؤي صلاح. وفريق أربيل بعد الاستقطابات الكبيرة خلال هذا الموسم يطمح بأن يكون هو منافس كبير على لقب الدوري العراقي خلال هذا الموسم. نتمنى التوفيق للكرخ. المباراة تقام على ملعب الراحل شرار حيدر طبعا بنادي الكرخ، وأربيل ضيفا على الكرخ في هذا اللقاء. طبعا الأصفران في هذا اللقاء أربيل والكرخ بمواجهة مرتقبة للجميع، وخصوصا لأصحاب الأرض فريق الكرخ الطامح بتحقيق فوزه الأول خلال هذا الموسم. وبالتالي نشاهد أمامنا حكم اللقاء سالم عامر هو اللي يقود هذه المباراة. نتمنى التوفيق لسالم عامر وزملاء سالم عامر في الصافرة التحكيمية. طبعا نتحدث عن المساعدين لسالم عامر، طبعا محمد لؤي كمساعد أول، حسن علي مساعد ثاني، حامد علي حكم رابع لمباراة اليوم. يتواجد في غرفة الفار طبعا الحكم أحمد جمعة. هذا إبراهيم بايش طبعا العائد من الدوري الإماراتي إلى الدوري العراقي عبر بوابة نادي أربيل. إبراهيم بايش مع الاستقطابات الكثيرة خلال هذا الموسم بالنسبة لفريق أربيل، وهذه الصورة الجميلة للعاصمة الحبيبة بغداد السلام المحبة، وإن شاء الله تبقى دائما بغداد هي مدينة السلام لجميع العراقيين ولجميع من يأتي إلى هذه المدينة العظيمة. إذن ملعب الكرخ اللي يعد من الملاعب الجميلة في العاصمة الحبيبة بغداد، وهو من يستضيف هذا اللقاء مع حكم اللقاء طبعا اللي يطلق الصافرة على بركة الله سالم عامر. لبداية اللقاء طبعا اليوم أربيل يلعب بالزي الأبيض من اليسار لليمين، وفريق نادي الكرخ طبعا بزيه المعتاد الأصفر يلعب من اليمين لليسار. كل التوفيق للفريقين لأربيل وللكرخ لتقديم مباراة كبيرة تليق بتاريخ وسمعة الفريقين على مستوى الدوري العراقي. أربيل صاحب الألقاب الأربعة في الدوري العراقي، بينما الكرخ لم يسبق له أن حقق لقب الدوري العراقي، لكن عنده لقب على مستوى بطولة كأس العراق. لذلك أيضا فريق الكرخ دائما ما يكون متواجد بشكل كبير في الدوري العراقي ويقدم مستويات كبيرة. وهنا لؤي صلاح مدرب فريق نادي أربيل للمرة الثانية، طبعا هو يقود فريق أربيل، قاد فترة قليلة طبعا بال2020، وبالتالي اليوم يعود لقيادته في هذا الموسم بعدما قاد فريقين الموسم الماضي، نادي الميناء بداية وبعد ذلك الزوراء، واليوم هو مدربا لأربيل. كرة عن طريق الجانب الأيمن، هذا إبراهيم بايش عن طريق الجهة اليمنى. إبراهيم بايش يحاول المرور، لكن هناك تدخل دفاعي وإبعاد الكرة إلى خارج أرضية الملعب لرمية جانبية لمصلحة فريق نادي أربيل. نذكر بتشكيل الفريقين وخيارات مدربي الفريقين. هنا واضح في الصورة العقيد السوري أيمن الحكيم مدرب فريق نادي الكرخ، سبق أن نجح مع نادي القاسم، والموسم الماضي أيضا نجح مع فريق الكرخ، لكن البداية خلال هذا الموسم كانت متعثرة جدا، ويطمح من خلال هذا اللقاء تحقيق الفوز. طبعا هذا سيجيتاس طبعا اللاعب الليتواني اللي يتواجد
مع فريق نادي أربيل خلال هذا الموسم. طبعا حسين حسن لحراسة المرمى، لخط الدفاع هينوك اينونجا وسيجيتاس اولبير وشبر علي، وطبعا عمر جنكي لخط الدفاع. للوسط يلعب محمد الطائي واكو حزير وعامر جاموس، ابراهيم بايش وكريستوفر جون، ولخط الهجوم اللاعب البرازيلي ميولين. هذه طبعا تشكيلة المدرب لؤي صلاح لهذا اللقاء، بينما خيارات المدرب أيمن الحكيم جعفر شنيش لحراسة المرمى، فابريس لخط الدفاع، مصطفى رميض، مؤمن راشد وإليسو لخط الوسط، آليون فاي وحسين فاهم طبعا، يانيك زاكري ومهدي عباس، ولخط الهجوم يلعب بحيدر حسين ومامادو سورو. هذه تشكيلة نادي الكرخ في هذا اللقاء. كرة طويلة الأمام عائدة من هينوك اينونجا المدافع لفريق أربيل القادم من الزوراء. اينونجا كرة عادت للدفاع سيجيتاس، عملية تغيير اللعب عن طريق الجانب الأيمن، هذا شبر علي. شبر اللاعب القادم من زاخو، حاول نقل الكرة داخل منطقة الجزاء لنادي الكرخ، لكن الإبعاد في اللحظة الأخيرة وإلى خارج الملعب لركلة ركنية لأربيل هي الأولى. هذا المدافع فابريس. هنا جعفر شنيشل موسم ثاني مع الكرخ، سبق اللعب للميناء، بداياته من الميناء. جعفر شنيشل حارس المرمى لفريق الكرخ يعوض غياب محمد شاكر في المباراتين السابقة. طبعا محمد شاكر كان هو الحارس الأساسي، لكن اليوم جعفر شنيشل هو الحارس لفريق الكرخ في هذا اللقاء. أول مباراة لجعفر شنيشل. كرة النقل الأمام، ضغط لأربيل على مرمى الكرخ للوصول إلى هدف مبكر في هذا اللقاء. هذا كريستوفر جون، اللاعب النيجيري كريستوفر جون، أيضا موسم ثاني مع أربيل، سبق أن لعب للزوراء. كريستوفر جون داخل منطقة الجزاء، وهدف أول، هدف أول لصالح نادي أربيل. إبراهيم بايش أول أهدافه في الدوري العراقي، يسجل بكرة رأسية في مرمى الكرخ ليعلن أربيل افتتاح التسجيل في هذا اللقاء. الدقيقة الرابعة وإبراهيم بايش وبغفلة من دفاعات نادي الكرخ يسجل هدف أول في بداية المباراة أمام فرحة جماهير أربيل المتواجدة على مدرجات ملعب الراحل شرار حيدر. إذن هدف لأربيل. وهل هناك عودة إلى الفار؟ وحكم اللقاء سالم عامر يشير إلى وجود هدف الآن لصالح أربيل. لاحظ على طريقة الركنية الرمية الجانبية، وبالتالي يضحى بكل هدوء اللاعب إبراهيم بايش ليسجل أول أهداف المباراة في هذا اللقاء. إذن إبراهيم بايش أول أهدافه بعد العودة للدوري العراقي بعد فترة قضاها في الدوري السعودي، ومن ثم انتقل إلى الدوري الإماراتي ليأتي الآن إلى الدوري العراقي عبر بوابة أربيل ويسجل أول أهدافه خلال هذا الموسم. هدف لأربيل، لا شيء للكرخ أمام اعتراض لاعبي الكرخ يطالبون بوجود خطأ داخل منطقة الجزاء. إذن ننتظر هل هناك عودة إلى الفار، لكن خلاص حكم المباراة الدولي سالم عامر اتخذ القرار وهدف لأربيل. الدقيقة الرابعة أربيل يسجل عن طريق إبراهيم بايش. هل يزيد من معاناة فريق الكرخ أربيل في هذا اللقاء أم سنشاهد ردة فعل لصالح نادي الكرخ على حساب أربيل وتعويض الخسارتين الماضية اللي كانت أمام النفط وأمام الجولان؟ يعني لحد الآن ما قابل من الفرق الكبيرة طبعا فريق نادي الكرخ، يعني خسر من النفط في بداية المشوار، ومن ثم أمام فريق الجولان الصاعد حديثا إلى دوري الأضواء، وهو يدخل إلى المباراة مع تغيير على مستوى التشكيل 4 لاعبين. اليوم غير على مستوى التشكيل المدرب أيمن الحكيم على أمل أن يكون هناك استقرار بالنسبة لفريق نادي الكرخ من خلال هذه المباراة ومن خلال قادم المباريات بالنسبة لفريق الكرخ. هذا مؤمن راشد مدافع يسار نادي فريق الكرخ، كرة داخل منطقة الجزاء حائرة أمام يانيك زاكري اللاعب الإيفواري وكابتن فريق نادي الكرخ القادم من الكهرباء، وسبق أن مثل هوك. المحاولة تبقى قائمة، أربيل يحاول الضغط بقوة لإضافة أهداف أخرى ويزيد من معاناة فريق الكرخ، لكن تصطد وتبعد إلى خارج الملعب. ركلة مرمى. هذا مهدي عباس لاعب الوسط لفريق نادي الكرخ. هذا سيتي جاس أولبير هو قادم من الدوري الألباني،
اللاعب الليتواني. وهنا أيمن الحكيم. الأمر صعب جدا على أيمن الحكيم وعلى فريق الكرخ خلال هذا الموسم، يعني بعد هجرة أغلب اللاعبين ونجوم فريق الكرخ اللي كانوا هم القوة الضاربة بالنسبة لفريق الكرخ. وعلى فكرة فريق الكرخ لحد الآن لم يسجل أي هدف، بينما القوة الهجومية المتمثلة بيونس حمود، يونس غني، طبعا محمد خالد كوفي، الأسماء حسين زياد، الأسماء عديدة غادرت فريق الكرخ، كان لها تأثير وكان لها ثقل كبير بالنسبة لفريق الكرخ الموسم الماضي. وبالتالي الموسم الماضي كان فريق هو الحصان الأسود لدوري نجوم العراق، لكن هذا الموسم بداية متعثرة، ولغاية الآن فريق نادي الكرخ متأخر أمام نادي أربيل بهدف إبراهيم بايش. هذا عمر جنكي، هنا المهاجم مامادو سورو اللاعب الإيفواري، هذا سبق وأن مثل الزوراء، هو قادم من السيل العماني. ركنية أولى للكرخ على القائم الأيسر لمرمى فريق نادي أربيل. نادي أربيل على فكرة الجولتين الماضية ولا فريق حقق انتصارين على التوالي، ولا فريق حقق انتصارين على التوالي. ركنية لفريق الكرخ داخل منطقة الجزاء، عملية الإبعاد من إبراهيم بايش صاحب هدف المباراة الوحيد، تعود لمؤمل راشد، يغير لعب مؤمل، ممكن نشاهد الكرخ والعودة في هذه اللحظات، لكن تصطد وتبعد إلى خارج أرضية الملعب لرمية جانبية. هذا عامر جاموس اللاعب القادم من الزوراء، عامر اللاعب الأردني، رمية جانبية لصالح نادي الكرخ داخل منطقة الجزاء بطريقة هدف فريق نادي أربيل في مرمى نادي الكرخ. أيضا نفذت من الرمية الجانبية وبالمباشر على رأس إبراهيم بايش، سجل هدف المباراة الوحيد لغاية الآن. رمية جانبية حسين فاهم داخل منطقة الجزاء، حارس المرمى حسين حسن، حارس القادم من الزوراء، لكن هذا حسين حسن كان واحد من حراس مرمى فريق الكرخ قبل أن يلعب للزوراء. كرة عن طريق الجانب الأيمن، عملية الهجوم ميولين البرازيلي داخل منطقة الجزاء، وتبعد من دفاعات الكرخ إلى خارج أرضية الملعب لركلة ركنية. ركلة ركنية، هذا إليسو اللاعب البوركيني لاعب ومدافع فريق نادي الكرخ. ركلة ركنية لصالح نادي أربيل، القلعة الصفراء يريد أن ينافس بقوة مع الفرق الكبيرة على مستوى الدوري العراقي، لكن الكل يعلم بأن المواسم والسنوات الأخيرة دائما ما تكون المنافسة ما بين فريقي القوة الجوية والشرطة. في آخر 6 مواسم أو 7 مواسم يعني لقبين للقوة الجوية و5 ألقاب لفريق الشرطة. بدأت من عام 2018-2019 الشرطة، واستمرت بعد ذلك 2020-21 قوة جوية، ومن ثم الشرطة 4 ألقاب على التوالي، وآخر لقب هو الموسم الماضي كان لفريق القوة الجوية. أي المواسم ال7 الأخيرة المنافسة ما بين فريقي القوة الجوية والشرطة، مع ابتعاد الزوراء الطلبة للفرق الأخرى. هنا محاولة فريق نادي الكرخ على مرمى فريق نادي أربيل، يحاول أن يعدل من خلال الدقائق 10 الأولى هدف مبكر لفريق أربيل على حساب الكرخ. عملية الهجوم الآن للكرخ، عملية التحضير والقائم الأيسر ويانك زاكري مرت على فريق الكرخ، مرت على فريق الكرخ. لاحظ اللقطة، لاحظ المحاولة، لاحظ التمريرة اللي مرت بهذه الطريقة، وبالتالي مصطفى رميض حاول أن يغالط حارس المرمى لفريق نادي أربيل، والمتابعة لم تكن بالشكل المطلوب عن طريق اللاعب الإيفواري يانك زاكري، ومرت إلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب لركلة مرمى لصالح نادي أربيل. فرصة الكرخ الأولى على مرمى أربيل، كان ممكن أن يعدل فريق الكرخ في هذه الدقائق. حسين حسن حارس المرمى، هو ليس ببعيد عن هذا الملعب. حسين حسن حارس المرمى لفريق أربيل. عملية تمرير، هذا سيجيتاس أولبير، تنقل الوسط إبراهيم بايش، عملية تحضير والتمرير. شبر علي قريب من الخط الجانبي، يحاول ينطلق للأمام، قريب من المدافع طبعا فابريس العاجي. شبر من جديد، كرة يتناقل لاعبي أربيل بشكل ممتاز داخل منطقة الجزاء، خطيرة على مرمى الكرخ، لكن تبعد في اللحظة الأخيرة، تصل إلى حسين فاهم.
حسين ينقل كرة للأمام. فريق الكرخ يحاول الاعتماد على الكرات المرتدة والوصول بشكل أسرع لخط الهجوم بالنسبة لمادر سورو وأيضا حيدر حسين مهاجمي فريق نادي الكرخ في هذا اللقاء. سيجيتاس، ابراهيم بايش، ضغط على ابراهيم بايش من قبل لاعبي فريق الكرخ، تعود الى ميولين البرازيلي يحاول يمر قريب من الخط الجانبي، لا زالت داخل ارضيه الملعب. ميولين لا زال يحتفظ بالكره، ميولين مع تدخل شبر علي، وهناك خطا لصالح نادي الكرخ. ركله حره مباشره، حكم اللقاء سالم عامر يشير الى وجود خطا لصالح نادي الكرخ. بالسلامه ان شاء الله لكل اللاعبين في هذا اللقاء، مباراة الافتتاح لهذه الجولة. لكن الآن ستنطلق في هذه اللحظات مباراة الجولان والشرطة، أيضا واحدة من المباريات المهمة، وبنفس التوقيت أيضا ستلعب مباراة نادي زاخو وديالا. لاحظون التدخل، وآليون فاي السنغالي شاهد قرار حكم المباراة، يبدو لي أشار لوجود خطأ لصالح نادي أربيل. سالم عامر، ركلة حرة لصالح نادي أربيل، يانيك زاكري، والحديث مع لاعبي أربيل. سبق وأن مثل فريق شمالي هو دهوك. ركلة حرة مباشرة، دهوك في هذه الجولة سيقابل النفط. ركلة حرة مباشرة، هذا ميولين البرازيلي. لاحظ هنا الصراع وشبر علي وإليون باي، ولاحظ الإعادة. اهدأ يا ميولين، ليس بهذه الطريقة تعامل مع الكرة، وبالتالي ممكن تأثر وتتجه الأمور إلى شكل آخر من خلال هذه اللحظات لو كانت الإصابة مؤثرة. والخطأ للكرخ أعتقد ميولين، وهنا بطاقة على ميولين وعلى المدافع فابريس. حاكم المباراة يشير البطاقة لميولين البرازيلي، وفابريس لاعب العاجي الإيفواري مدافع فريق نادي الكرخ. إذا بطاقتين يشير حكم المباراة الصفراء للاعب أربيل ميولين ومدافع فريق الكرخ فابريس. هنا تبعد إلى خارج أرضية الملعب مع توجيهات أيمن الحكيم. نذكر يوم أمس طبعا كانت السحبة لبطولة الأندية الخليجية، وإن شاء الله بالتوفيق لممثلي الوطن أربيل والزوراء في هذه البطولة الخليجية، بعد مشاركة دهوك في الأولى، والثانية كانت مشاركة نادي زاخو. الآن فريقين من العراق مشاركين في هذه البطولة الخليجية، بعد ما ارتفع العدد إلى 12 نادي مشارك في بطولة الأندية الخليجية. بعد يعني كانت 8 أندية مشاركة، لكن ارتفع العدد إلى 12 فريق. لذلك الأربيل سيلعب في المجموعة الثالثة مع الاتفاق السعودي ونادي عجمان الإماراتي وكاظم الكويتي، بينما الزوراء سيلعب في المجموعة الثانية إلى جانب النصر الإماراتي وقطر القطري والرفاع البحرين. هذه البطولة اللي ستنطلق يوم 13/10/26، ومحاولة لفريق نادي الكرخ، وتنتهي في العام المقبل في 30 نيسان، يعني بطولة الأندية الخليجية. لذلك نتمنى لأربيل والزوراء في بطولة الأندية الخليجية. لاحظ جماهير أربيل والمؤازرة الكبيرة في هذا اللقاء، عملية الإبعاد والقرار إلى ركلة مرمى لأربيل. ركلة مرمى لأربيل، كرخ يحاول العودة. هنا واضح في الصورة محمد الطائي اللاعب القادم من القرمة، محمد الطائي. لاحظ هنا اللقطة والتدخل بهذه الطريقة من محمد الطائي. ركلة مرمى لأربيل، سيجيتاز للوسط، ابراهيم بايش، مرت على ابراهيم بايش، عادت لدفاعات الكرخ وعودة إلى حارس المرمى جعفر شنيشل. يعني هي الفرصة الوحيدة كانت على مرمى الكرخ، سجل من خلالها ابراهيم بايش هدف المباراة الوحيد في هذا اللقاء. كرة النقل للدفاع، إليسو لتمرير للأمام وعملية الهجوم. الآن ممكن حيدر حسين يحاول الضغط على دفاعات نادي أربيل، والحارس حسين حسن. حسين حسن حارس المرمى لفريق أربيل.
حسين حسن حارس المرمى لفريق أربيل باليد. كرة النقل الوسط لمصلحة فريق نادي أربيل. تمرير في المنتصف، هذا المدافع هينوك إينونغا يعيد لحارس المرمى حسين حسن مع ضغط اللاعب مامادو سورو على حارس المرمى حسين حسن. كرة النقل الوسط، عامر حاول التقدم للأمام، لاعب الأردني ينقل الوسط إلى إبراهيم. تغيير اللعب، سيجيتاس أمامية من سيجيتاس لكن بعيدة عن شوبر علي وتمر إلى خارج أرضية الملعب، ركلة مرمى. هذا هو الليتواني سيجيتاس. أيمن الحكيم أكيد هو غير راضي في المباراة الأولى والمباراة الثانية والبداية لهذا اللقاء. أيمن الحكيم عنده تجربة، هي الثالثة لأيمن الحكيم في الدوري العراقي بعدما قاد هوك بال2012 وبعد ذلك الموسم قبل الماضي أيضا كان مع نادي القاسم، والموسم الماضي مع الكرخ، وهذه المرة أيضا مع الكرخ. 3 تجارب كمدرب في الدوري العراقي. طبعا نتحدث عن أيمن الحكيم مدرب فريق الكرخ. عملية الهجوم، مامادو سورو عائدة لحارس المرمى حسين حسن. إينونغا يطلب الكرة من حسين حسن لكن فضل التمرير في المنتصف إلى عامر أو محمد الطائي. محمد جهة اليسار، عمر جنقي، كرة الأمام كريستوفر جون، يفتك الكرة بهذه الطريقة. كريستوفر جون اللاعب النيجيري حاول يمر، لاعب مهاري طبعا كريستوفر جون، لكن كرة لم تصل. عادت لدفاعات فريق نادي الكرخ. عملية تمرير الأمام أقرب لإينونغا هينوك. هناك راية ووجود حالة تسلل طبعا على مامادو سورو. راية المساعد الثاني لحكم المباراة حسن علي يشير إلى وجود خطأ وركلة حرة غير مباشرة على اللاعب مامادو سورو، على مامادو سورو اللاعب الإيفواري. ينفذ الخطأ لمصلحة فريق نادي أربيل. أقرب لسيجيتاس، يعيد إلى هينوك. إينونغا يحاول ينقل الكرة الأمام. إينونغا كرة النقل الوسط، إبراهيم بايش يحاول يمر. إبراهيم عملية التغيير، شارك في مباراة القوة الجوية لكن المباراة الأولى ما تواجد إبراهيم بايش، لكن في المباراة الثانية شارك أمام القوة الجوية، واليوم يشارك ضمن خيارات المدرب لؤي صلاح مدربا لفريق نادي أربيل. وطبعا لؤي صلاح كان من نجوم فريق نادي أربيل وهدافي فريق أربيل، هو الهداف التاريخي لأربيل لؤي صلاح المدرب الحالي. هناك خطأ، مامادو سورو يحصل على خطأ مع وجود ركلة حرة لصالح الكرخ. سيجيتاس يرتكب خطأ. لاحظ الإعادة ومامادو سورو والصراع ما بينه وما بين سيجيتاس مع مطالبة كابتن فريق نادي اللاعب عمر جنكي أو آكو حزير، هو الكابتن لفريق نادي أربيل. آكو حزير واحد من الأسماء المهمة في خط الوسط بالنسبة لفريق أربيل. هذا هو سيجيتاس. ركلة حرة مباشرة لصالح نادي الكرخ. 20 دقيقة مرت من بداية اللقاء. يا من تتابع وتشاهد قنوات شبكة الإعلام العراقي، الكرخ يضيف أربيل وهدف لأربيل على حساب الكرخ. وهنا حسين حسن حارس المرمى وخروج من أمام لاعبي فريق نادي أربيل نادي الكرخ، وخطأ يشير لحكم المباراة. ركلة حرة لصالح نادي أربيل، ركلة حرة لأربيل. لاحظ هنا الإعادة والصراع مع المدافع لفريق الكرخ فابريس، وأيضا لاعب الوسط عامر جاموس لاعب فريق نادي أربيل مع حسين حسن حارس المرمى. لذلك حكم اللقاء أشار لوجود ركلة حرة لصالح أربيل. حسين حسن دوره ينقلها إلى سيجيتاس. حسين حسن من جديد للوسط الآن لمصلحة أربيل. سيجيتاس عن طريق الجانب الأيمن ينقلها للوسط. سيجيتاس تدخل وحكم المباراة يشير للاستمرار، لا وجود لشيء. أقرب للاعب الوسط مهدي عباس، وخطأ يشير لحكم المباراة. ركلة حرة لصالح نادي الكرخ. هذا هو مهدي عباس.
واحد من لاعبين الشباب، ودائما فريق الكرخ دائما ما يقدم لنا لاعبين شبان يكون لهم دور كبير في المستقبل مع الكرخ أو مع أندية أخرى، لذلك خرج العديد من النجوم للأندية الكبيرة وللمنتخبات الوطنية في السنوات العشرة الأخيرة. كرة النقل الأمام لمصلحة فريق الكرخ، مرت من أمام مصطفى رميض إلى خارج أرضية الملعب مع توجيهات أيمن الحكيم. هذا عمر جنكي يشارك أساسا في هذا اللقاء. عمر جنكي مدافع، يعني بعد ما كان في مباراة القوة الجوية حسن رائد يلعب على جهة اليسار. شبر علي، نقلة للأمام إبراهيم بايش وميولن البرازيلي. خط الهجوم لمصلحة فريق نادي أربيل، عادة الوسط مع التغيير محمد الطائي، لم تصل إلى كريستوفر جون. عملية الإبعاد إلى خارج أرضية الملعب لصالح نادي الكرخ من الجهة البعيدة. هذا هو كريستوفر جون اللاعب النيجيري. رمية جانبية تنفذ لمصلحة نادي الأربيل. سيجيتاس، تدخل على سيجيتاس، تغطية من حسين فاهم يلعب على جهة اليسار بينه وبين إبراهيم بايش. حسين فاهم يحاول نقل الكرة الأمام، تصطد إبراهيم بايش، تصبح رمية جانبية لمصلحة فريق نادي الكرخ من الجهة القريبة. لاعب منتخبنا الوطني إبراهيم بايش سبق وأن مثل الزوراء القوة الجوية في الدوري العراقي، وخرج للاحتراف مع نادي الرياض السعودي، وانتقل إلى الظفرة الإماراتي ليعود إلى الدوري العراقي ويسجل أول أهدافه في هذا اللقاء وفي الدوري العراقي. إبراهيم بايش. عودة لحارس المرمى حسين حسن، كرة الأمام حسين للوسط. متى يسجل الكرخ؟ المباراة الثالثة على التوالي، ولحد الآن في هذا اللقاء الكرخ لم يسجل أول أهدافه في هذا الموسم. هذا يانك زاكري لاعب الوسط وكابتن الكرخ، هنا واضح في الصورة محمد الطائي. رمية جانبية تنفذ، محمد الطائي، كريستوفر جون يطلب الكرة يعيدها إلى عمر جنكي. الكرة الأمام عمر جنكي. ميولن حاول إيصال الكرة إلى إبراهيم بايش لكن لم تصل. عملية الإبعاد من دفاعات الكرخ، نقل الكرة الأمام مامادو سورو يحاول يمر، يحاول نقل الكرة لحيدر لكن بعيدة عن لاعب مصطفى رميض لتعود لمصلحة فريق أربيل جهة اليسار. هناك كريستوفر جون للوسط إلى محمد الطائي. اكو حزير، إينونجا، سيجيتاس، كرة يتناقلها لاعبي أربيل، تنقل الوسط لإبراهيم بايش، مرور لإبراهيم بايش، ينقل الكرة الأمام إلى شبر علي، المنطلق للأمام لكن بعيدة عن شبر علي وتمر إلى خارج أرضية الملعب. ركلة مرمى للكرخ، ركلة مرمى للكرخ. هنا إبراهيم بايش حكم المباراة. كولينج بريك، طبعا هذه دقيقة تبريد، يعني لا زال هناك ارتفاع في درجات الحرارة، لذلك حكم المباراة يوقف اللعب في هذه اللحظات وبالتالي يعطي الفرصة للاعبين. 38 مواجهة ما بين أربيل والكرخ. الكرخ حقق الانتصار في 14 مباراة بينما فريق أربيل فاز في 8 مباريات على حساب نادي الكرخ، والتعادل حضر في 16 مباراة. 38 مواجهة والكفة تميل لفريق الكرخ. أول مواجهة كانت في الموسم 90-91 وانتهت بنتيجة 4-0 لصالح نادي الكرخ على حساب أربيل. طبعا علي كاظم سجل 2 وكريم سلمان، رحمة الله على كريم سلمان اللي سبق وأن درب الكرخ ولعب للكرخ، هدف وحكمة علي هدف. هذه أول مواجهة جمعت الكرخ بأربيل وانتهت لصالح الكرخ 4-0، بينما آخر مواجهة كانت الموسم الماضي انتهت بنتيجة 1-0 لصالح نادي أربيل.
عن طريق اللاعب مايكل جابريرا اللاعب الأوروغواياني طبعا متواجد مع فريق الزوراء، وهو صاحب هدف الزوراء الوحيد في الدوري لغاية الآن، اللي سجل في مرمى كربلاء اللي انتهت بالتعادل 1-1. وبالتالي مايكل جابريرا هو اللي سجل هدف فريق نادي أربيل في مرمى الكرخ. هذه كانت آخر مواجهة، كانت الموسم الماضي، ولحد الآن أربيل هو من يتقدم أيضا على الكرخ بهدف إبراهيم بايش. المواجهة 39 في تاريخ المواجهات ما بين الفريقين. إبراهيم بايش، هل نشهد عودة الكرخ أم سيتمكن أربيل من تعزيز هدف التقدم بهدف آخر، العودة إلى أربيل بانتصار على حساب الكرخ في هذا اللقاء، ويعمق من جراح فريق الكرخ من خلال البداية لهذا الموسم. إذا ركلة مرمى حكم اللقاء سالم عامر، مع الحديث لكابتن الكرخ يانك زاكري، وأيضا مدافع فريق نادي أربيل الليتواني طبعا سيجيتاس. كرة عالية الأمام، مصطفى رميض من أمامه مرت، هناك خطأ لأربيل، ركلة حرة لأربيل، ركلة حرة لأربيل. شاهدنا هدف أربيل، شاهدنا فرصة نادي الكرخ ومحاولة مصطفى رميض، وأيضا تابعها يانك زاكري، لكن في الدقائق بعد الهدف وبعد محاولة الكرخ قلت فاعلية الفريقين، وأصبح اللعب محصور أغلبه في منتصف الملعب. ركلة حرة لصالح نادي أربيل. القلعة الصفراء أمام أصحاب القمصان الصفراء الكرخ في هذا اللقاء. هنا تدخل من جعفر شنيشل حارس المرمى لفريق الكرخ. جعفر شنيشل، هذا مؤمن راشد. كرة طويلة من جعفر حارس المرمى لفريق نادي الكرخ، كرة عالية أقرب لمصطفى، يحاول أمر مصطفى رميض، يحاول الكرة إلى مامادو سورو. مامادو قريب منه يانك زاكري، لكن عملية الإبعاد من إبراهيم بايش. كرة حائرة في المنتصف أقرب لي آكو عزير أو عامر جاموس. إينونجا، محمد الطاي، سيجيتاس. عودة لحارس المرمى حسين حسن حارس المرمى لفريق نادي أربيل. رغم قلة الجماهير الموجودة على مدرجات ملعب الراحل شرار حيدر بنادي الكرخ، وطبعا هذه الجماهير هي جماهير أربيل الحاضرة من أربيل إلى العاصمة بغداد. عملية الهجوم أربيل، وهنا التسديد على المرمى، لكن مرت إلى خارج أرضية الملعب. تسديدة ضعيفة من آكو حزير ومرت إلى خارج أرضية الملعب. آكو حزير، كرة عالية الأمام، بعيدة مرت إلى خارج أرضية الملعب. طبعا في الجولة الأولى أربيل حقق الانتصار على الكهرباء بهدفين للا شيء. آكو حزير وميولين من سجلوا أهداف أربيل في تلك المباراة، وأيضا المباراة الثانية طبعا تعادلوا مع القوة الجوية 1-1. ميولين سجل هدف فريق أربيل في تلك المباراة، هدفين لميولين وهدف لآكو حزير وهدف الآن لإبراهيم بايش. 4 أهداف لغاية الآن أربيل مسجل، بينما الكرخ لم يسجل لغاية الآن. كرة الوسط إبراهيم، عملية الهجوم الآن أربيل يبحث عن هدف ثاني. عامر داخل منطقة الجزاء، خطيرة على مرمى الكرخ وإبعاد من مؤمن راشد. في اللحظة الأخيرة تدخل من مدافع يمين فريق نادي الكرخ مؤمن راشد، وعملية الإبعاد إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب. ركنية لأربيل من الجهة البعيدة. مؤمل اللي سبق وأن لعب للنفط ونادي القاسم. مؤمل راشد داخل منطقة الجزاء، خطيرة لكن حلوة لجعفر. خروج موفق لحارس مرمى فريق الكرخ جعفر شنيشل. باليد من جعفر إلى فابريس.
حسين فاهم جهة اليسار، الكرخ للوسط إلى يانك زاكري، ضغط على يانك زاكري، ومن قبل اللاعب شبر علي مرت إلى خارج أرضية الملعب. شبر سبق ونمثل النفط، النجف، زاخو، الآن يتواجد مع أربيل. شبر علي، كرة عالية للأمام الآن لمصلحة فريق نادي الكرخ، أقرب مامادو سورو، لحد الآن لم يظهر لغاية الآن، لا مامادو سورو لا حيدر حسين لا لاعبي فريق الكرخ. ظهور غير متوقع لكل من شاهد أربيل الموسم عذرا الكرخ الموسم الماضي. رمية جانبية حسين فاهم داخل منطقة الجزاء، لكن واضح التأثير، هجرة اللاعبين عن فريق الكرخ، وأبرزهم طبعا يونس حمود يتواجد مع دهوك، مع يونس غني، مع الآخرين، محمد خالد كوفي، بالإضافة إلى حسين زياد. يعني هذه الأسماء اللي كانت هي الركائز الأساسية بالنسبة لفريق الكرخ الموسم الماضي. شبر علي للوسط، إبراهيم بايش يعيد للخلف، عملية المرور الآن لمصلحة فريق أربيل. شبر داخل منطقة الجزاء خطيرة، ممكن كريستوفر جون، لكن مرت وأبعدت من مؤمن راشد إلى ركلة ركنية، إلى ركلة ركنية. دفاع الكرخ يتحمل عبء كبير، يمتلك قوة هجومية ضاربة فريق نادي أربيل بتواجد كريستوفر جون على اليسار وإبراهيم بايش من خلف المهاجم ميولين، بالإضافة إلى شبر علي اللي دائما يتقدم عن طريق الجانب الأيمن. ركنية لأربيل داخل منطقة الجزاء، إبراهيم بايش، إبراهيم حاول يعيدها للخلف، إبراهيم بايش بالمباشر إلى آكو حزير، آكو حزير، ثلاث لاعبين قريبين من آكو حزير، حاول احتفاظ بالكرة آكو حزير، لكن لم يمر بهذه الطريقة آكو حزير. عائدة لدفاعات فريق نادي أربيل، تعود لحارس المرمى حسين حسن، حسين بدوره إلى شبر علي، كرة طويلة من شبر، مؤمل، كرة عالية، مصطفى رميض حاول الضغط على لاعبي فريق نادي أربيل، كانت أقرب لعمر جنكي، لكن العودة للخلف أصبحت لأربيل الآن، أقرب لآكو حزير، يحاول التقدم آكو حزير، عامر، تغيير اللعب للجهة القريبة، ميولين أمام دفاعات فريق الكرخ، ميولين، لكن مرت إلى خارج الملعب، رمية جانبية لمصلحة فريق نادي أربيل، رمية جانبية لأربيل. هذا هو إبراهيم بايش مع توجيهات لؤي صلاح مدرب فريق نادي أربيل، وأيضا مدرب فريق نادي الكرخ طبعا أيمن الحكيم. كرة للمنتصف، الكرخ مامادو، لكن سيجيتاس عادت الوسط لمصلحة فريق نادي أربيل، كرة عالية لكن تترك لحارس المرمى جعفر شنيشل، حارس المرمى لنادي الكرخ. هذا هو فابريس، اللاعب العاجي فابريس. فابريس زيجوي، قادم من الاتحاد المنستيري في تونس. فابريس، تغيير اللعب من اليسار اليمين، تصبح الآن لأربيل داخل منطقة الجزاء، خطيرة ممكن ميولين، وصلت لإبراهيم بايش. فريق أربيل يحاول أن يضاعف النتيجة في هذه الدقائق قبل لنهاية الشوط الأول، 9 دقائق متبقية على نهاية الشوط الأول، وأربيل يحاول أن يعزز هدف التقدم بهدف آخر، بينما فريق الكرخ يبحث عن العودة. بعاد إلى خارج الملعب، إن شاء الله بالسلامة للاعب هينوك إينونغا مدافع فريق نادي أربيل، اللاعب الكنغولي.
هو قادم من الزوراء الموسم الماضي. أكيد هذا المدافع هو من خيارات لؤي صلاح لأنه أشرف على تدريبه مع الزوراء الموسم الماضي مع عامر جاموس. كرة لدفاعات فريق نادي أربيل. سيجيتاس إينونغا قلبي الدفاع لأربيل، حاول التقدم إينونغا للوسط ينقلها إينونغا. عامر يحاول يمر، عامر حاول التقدم، هناك خطأ، ركلة حرة، ركلة حرة لصالح اللاعب عامر جاموس وأيضا ميولين، كان واضح في الصورة ميولين. هنا إبراهيم بايش، شبر علي، شبر إلى إبراهيم، يحاول إبراهيم وضغط على إبراهيم بايش، خطأ لمصلحة فريق أربيل. حسين فاهم يرتكب خطأ مع وجود ركلة حرة لمصلحة فريق نادي أربيل. من الجهة القريبة لاحظ هنا الإعادة، هنا اللقطة، وبالتالي حكم اللقاء سالم عامر يشير إلى وجود خطأ لصالح نادي أربيل. هذا إبراهيم بايش، إبراهيم مع توجيهات لؤي صلاح. هل يعيد أربيل إلى منصات التتويج بعدما سبق للؤي صلاح أن حقق الألقاب مع فريق نادي أربيل كلاعب؟ اليوم كمدرب ممكن يعيد أربيل إلى منصات التتويج. 4 ألقاب، 3 منها على التوالي، ولقب كان في موسم 2011-2012 مع مدرب سوري هو نزار محروس، واليوم مدرب الكرخ هو مدرب سوري هو أيمن الحكيم بمواجهة لؤي صلاح في هذا اللقاء. كرة عن طريق الوسط، إينونغا، كرة يتناقل لاعبي أربيل. طبعا أربيل أفضل، أربيل أفضل، أخطر نتيجة وأداء فريق أربيل أفضل من الكرخ. هذا هو كريستوفر جون، اللاعب النيجيري كريستوفر جون، وخطأ على فابريس. ركلة حرة لمصلحة فريق نادي أربيل. حكم المباراة يحاول يعيد لاعبي الكرخ، ركلة حرة مباشرة. وعلى فكرة أربيل طبعا سبق وأن يعني هو سبق الكرخ في الدوري العراقي. أربيل تواجد في الدوري العراقي 87-88 والكرخ تواجد في موسم 90-91. ركلة حرة كريستوفر جون داخل منطقة الجزاء، لكن سهلة لجعفر شنيشل حارس مرمى فريق الكرخ. 40 دقيقة مرت يا من تتابع وتشاهد قنوات شبكة الإعلام العراقي، وأربيل يتقدم بهدف عن طريق إبراهيم بايش، سجل في الدقيقة 4 من بداية المباراة، في الدقيقة 4 من بداية المباراة. خطأ يشير لحكم المباراة. أعتقد أسرع هدف في دورينا خلال هذا الموسم هو لسيف رشيد لاعب فريق الطلبة، سجل في الدقيقة 3 في مرمى ادهوك. ينفذ الخطأ، المحاولة تبقى لمصلحة فريق نادي الكرخ. يحاول نقل الكرة لاعبي الكرخ داخل منطقة جزاء أربيل، لكن دفاع أربيل متماسك أمام محاولات فريق الكرخ. عملية الهجوم، ميولين يحاول يمر، ميولين البرازيلي ممكن يمر بالمهارة البرازيلية، لكن تدخل وحكم المباراة يشير للاستمرار وإن شاهد القرار. هل هناك حالة تسلل؟ تسلل على ميولين، ننتظر. شاهد اللقطة الماضية طبعا.
شاهد اللقطة الماضية عذرا ما كان هدف سيف رشيد لمرمى هوك هو الأسرع، قد يكون هدف إبراهيم بايش هو الأسرع في دورينا خلال هذا الموسم. إذن حالة تسلل، ركلة حرة لصالح نادي الكرخ، ركلة حرة ننتظر القرار. هل هناك عودة إلى الفار؟ هل هناك ركلة جزاء أم كانت هناك حالة تسلل على ميولن؟ ننتظر قرار حكم المباراة في هذه اللقطة مع مطالبة لاعبي فريق نادي أربيل. إذن حالة تسلل على ميولن، حالة تسلل على ميولن، حالة تسلل على ميولن مع وجود ركلة حرة غير مباشرة لمصلحة فريق نادي الكرخ. حيدر، مرت على حيدر حسين إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية لصالح نادي أربيل. سالم عامر، لاحظ هنا الإعادة، قدم اليمنى هي الأقرب لميولن لمرمى فريق نادي الكرخ، لذلك جاء القرار بوجود حالة تسلل. لاحظ اللقطة اللي كان هناك تدخل على ميولن ومطالبة بركلة جزاء، لكن قرار أتى ركلة حرة غير مباشرة من حالة تسلل لصالح نادي الكرخ. هنا أيمن الحكيم مع التوجيهات، أيمن الحكيم صعبة جدا البداية لأيمن الحكيم ولفريق الكرخ خلال هذا الموسم، يعني راح تكون الأمور صعبة في حال أنه اليوم الكرخ يخسر مباراته أمام أربيل ويخسر للمرة الثالثة على التوالي. الأمور راح تكون صعبة جدا على فريق الكرخ، أكيد راح يكون موسم صعب على جميع الأندية خلال هذا الموسم. يانيك زاكري، كرخ، سيجيتاس للوسط أقرب للطائي، يغير اللعب إلى شبر علي، شبر قريب منه ميولن، شبر علي إذا الوسط إبراهيم بايش، حكم رات لم يشير للشيء مع مطالبة إبراهيم بايش عملية تمرير إلى مامادو سورو، حاول ينطلق مامادو سورو ويرتكب خطأ مامادو مع وجود ركلة حرة. ركلة حرة لصالح أربيل. بهذا الأداء بهذه الوضعية ما أعتقد راح فريق الكرخ يسجل، يعني بعيد تماما عن مرمى فريق أربيل، خطورة بعيدة تماما عن مرمى فريق أربيل. إذن سالم عامر اعتقد بطاقة صفراء على مدرب الكرخ أيمن الحكيم، هذا مشرف فريق نادي الكرخ علي عبد علي، مشرف فريق الكرخ علي عبد علي اللي سبق ومثل الكرخ طبعا والشرطة. علي عبد علي كان واحد من نجوم الكرخ والشرطة، هو المشرف لفريق الكرخ. كرة عالية، عملية الإبعاد هناك على الطرف الأيسر من عامر جاموس كريستوفر جون، والاثنين مثلوا الزوراء كريستوفر جون وعامر جاموس. كرة تصطد وتبعد إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية لصالح الكرخ. لغاية الآن الكناري لم يغرد في الجولتين الماضية ولحد الآن أيضا، ولم يسجل فريق الكرخ لغاية الآن. هذا حيدر حسين، حيدر حاول يمر، حيدر ينتظر المساندة، حيدر حسين نقل الكرة داخل منطقة الجزاء. مصطفى رميض كان يطلب الكرة، عادت لمؤمل راشد داخل منطقة الجزاء لنادي أربيل مع الإبعاد من حسين حسن، وهناك اصطدام وارتطام ما بين الحارس حسين حسن ومهاجم فريق نادي الكرخ حيدر حسين. لاحظ هنا الإعادة، هنا اللقطة ما بين حسين حسن وأيضا لاعب حيدر حسين مهاجم فريق نادي الكرخ. واضح القلق على مدرب فريق نادي الكرخ أيمن الحكيم. يتحدث مع الحكم الرابع لهذا اللقاء ويتحدث إن شاء الله بالسلامة لحسين حسن. إذن 3 دقائق أضاف حكم اللقاء سالم عامر للقاء الافتتاح لهذه الجولة.
ما بين الكرخ وأربيل لغاية الآن أربيل والتقدم على الكرخ بهدف لا شيء. بالسلامة إن شاء الله لحسين حسن. حارس المرمى لنادي أربيل. طبعا الجولة الرابعة الكرخ سيضيف فريق نادي الكهرباء، بينما فريق أربيل راح يكون في ملعبه يواجه الميناء. بداية ممتازة طبعا كانت للميناء خلال هذا الموسم من خلال تحقيق التعادل في المباراة الأولى أمام الزوراء وتحقيق الانتصار على زاخو. أيضا عنده 4 نقاط الميناء. سيضيف الغراف في هذه الجولة، لكن أربيل مباراة القادمة في الجولة الرابعة سيقابل الميناء، بينما الكرخ على هذا الملعب سيواجه الكهرباء. إن شاء الله بالسلامة لحارس المرمى حسين حسن، حارس المرمى لأربيل. شوط أول متوسط المستوى ما بين الفريقين، ما شاهدنا الأداء المنتظر من الكرخ ومن أربيل اللي يحقق أفضلية على حساب الكرخ في هذا الشوط الأول، وهذا حيدر حسين إن شاء الله بالسلامة. اختتام قوي، ما نتمنى تكون الإصابة مؤثرة. حيدر حسين لاعب جيد، سبق وأن مثل عدة أندية طبعا حيدر حسين. تحدث عن طبعا الصناعة، أيضا النفط والغراف وأمانة بغداد. يعني يتواجد مع الكرخ حيدر حسين هذا الموسم. ركلة حرة لصالح نادي أربيل، كرة عالية للأمام، عملية القطع والإبعاد من دفاعات فريق نادي الكرخ. مؤمل، عالية من مؤمل، إينونغا الكنغولي إلى النيجيري طبعا كريستوفر جون. حاول يمر كريستوفر جون. هنا صهيب مصطفى رميض، عملية الإبعاد إلى خارج الملعب. نلعب في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل ضاع. هو أضاف 3 دقائق حكم اللقاء سالم عامر. الآن نلعب في الدقيقة الخامسة. أكيد أضاف وقت لإصابة حيدر حسين، وأيضا حارس المرمى حسين حسن حارس مرمى أربيل بعد الارتطام. وهنا خطأ، هذا محمد الطائي لاعب الوسط لأربيل، واضح في الصورة. مامادو سورو. ركلة حرة لصالح نادي أربيل، ركلة حرة مباشرة. خلاص أعتقد المباراة والشوط الأول ذاهب إلى هذه النتيجة. إذن في هذه الأثناء أيها الأحبة مشاهدينا متابعينا عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي، حكم اللقاء سالم عامر يطلق الصافر النهائي الكامل للشوط الأول للقاء الكرخ وأربيل. انتهى الشوط الأول بتقدم فريق أربيل بهدف مقابل لا شيء، سجل عن طريق اللاعب الواضح أمامنا في الصورة الدولي إبراهيم بايش في الدقيقة الرابعة من بداية اللقاء. أحبة استراحة قصيرة ثم العودة بعد ذلك مع مطلع الشوط الثاني لهذا اللقاء. أعود بالكلمة إلى الزميل العزيز حسين البهادلي وضيفيه الكريمين في الاستوديو التحليل. تفضل زميل حسين. شكرا جمال. إذن إبراهيم بايش يضع أربيل في المقدمة بتسجيل هدف الشوط الأول الوحيد، وأيضا في بقية المباريات الآن التي يعني تقام الآن زاخو يتعادل مع ديالى سلبيا، وأيضا في مباراة الجولان والشرطة أيضا التعادل ما زال سلبيا. كما نشاهد الآن هذه لقطات من مباراة فريق الجولان والشرطة المقامة على ملعب الجولان، والوقت يشير إلى الدقيقة 35 وما زال التعادل السلبي حاضرا في هذه المباراة. وكما نوهنا أيضا على ملعب دهوك فريق زاخو يتعادل مع فريق ديالى سلبيا. الوقت الآن الدقيقة 32. إذن 3 مباريات الآن تقام في توقيت تقريبا واحد، وجميع هذه المباريات انتهت يعني الآن ما زالت النتيجة سلبية باستثناء فريق أربيل الذي يتقدم على فريق الكرخ بهدف دون رد.
بالعودة من جديد إلى ملخص مباراة الشوط الأول للقاء فريق الكرخ وأربيل. كما شاهدنا يمكن العلامة الفارقة في هذا الشوط هو هدف إبراهيم بايش بالأشواط ثلاث. يعني لا تكون هاي الجولة يعني شحيحة الأهداف للأسف. 0-0 للدقيقة 30-35، وإبراهيم بايش سجل من ضربة الزاوية، والكابتن راح يتكلم عليه ضربة الزاوية. موزعين الأدوار. لا طبعا. بس هي المسألة وين؟ المباراة خالية من اللعب الهجومي. هذا الهدف اللي نتكلم عنه. أول هدف لإبراهيم بايش في دورينا، ومثل ما تعرفون الأضواء مسلطة على إبراهيم بايش بشكل كبير على اعتبار عودته من جديد من رحلة الاحتراف، وأيضا الكلام حول قيمة الصفقة المالية اللي تم التعاقد مع نادي أربيل. فلذلك هذا الهدف سيتكلم عنه الكثير بسبب اللغط اللي حصل. ليس هناك لغط بقدر ما احنا نتكلم على متعاقد مع مدافعين الأطوال بين 185 و 190. أنا أعرف بايش 175 180. هاي الأطوال متى نستفاد منها؟ أي مدرب عندما يضع هذه الأطوال كقلوب دفاع هو للانقضاض على هذه الكرات. مباوع التمركز والحضور الذهني كان غير موجود بالمرة. يعني أنا باوع على لاعبي الكرخ بدون حضور ذهني حتى في أغلب خطوطهم. أتكلم على هدف يعني في بداية المباراة صعب جدا دقيقة 4 تعطي هدف وأنت في ملعبك، معناته أنه الاندفاع اللي حصل لفريق أربيل استطاع بأن يسجل، وهو هذا كان يهدف إلى بالأساس. أشوف فريق الكرخ لا زال يعاني من المنطقة الدفاعية وخط الوسط وحتى المهاجمين، يحتاج إلى عمل كبير، يحتاج إلى أن يعيد نفسه. حسابات فريق الكرخ لا زالت حسابات منقوصة داخل الملعب. لو نعيد الهدف ممكن لحظة واحدة. شباب عيدوا لنا الهدف من البداية. يعني خلي نوقف، يعني خلي نشوف بايش اللي أساسا هو عمل الهدف. مدافعين 2 قلوب دفاع، ومدافع اليمين ثلاثتهم بنصهم بايش. راحت اللعب ولا مراقب بايش. اجى بايش بسهولة جدا بين المدافعين. إذا يعني أنا أعتقد يعني أبدا ما كان حضور ذهني بالنسبة للخط الدفاعي أبدا. خط الدفاعي كان متفرجين، الكرة أخذت وقت عندما نزلت على رأس إبراهيم بايش بدون أن يهاجمها أي مدافع. هذا هدف يدللك أنه الخط الدفاعي كان سبب بالخسارات السابقة بسبب واضح داخل الجزاء. لن يكون هناك لا واجب مان تو مان ولا واجب كلاعبين 2 أو 3 مهمتهم مهاجمة الكرات العالية. أعتقد فريق الكرخ بالحالة الدفاعية ممكن الشوط الثاني أيضا يسجل عليه إذا استمر بهذا المستوى. نسبة تأثير هذا الهدف على فريق الكرخ خصوصا أنه جاء في الدقيقة 4 بعد 4 دقائق فقط من انطلاق الشوط الأول. هو الأفضل أنه يجي من بداية أحسن ما يجيك بالوقت المتأخر من المباراة وتنهي المباراة. يعني الآن أنت عندك أمل تقدر ترجع للمباراة، لكن فريق الكرخ أنا لا أتكلم عن نسبة تأثيره على فريق الكرخ نفسيا خططيا تكتيكيا فنيا. بكل تأكيد له تأثير سلبي على الفريق. ليش؟ شوف هسه هذه بدأت الفرص تتوالى على هسه. احنا إذا رجعنا للهدف عادة في كل صعود للرمية الجانبية اللي تلعب، طبعا الهدف اجى كابتن حسين اجى من رمية جانبية، يعني مو من ضربة زاوية. هذا الهدف. بس هذا صار جزء من كرة القدم. 100% خليه وقف. هو من اللي صعد أطول واحد من هو اللي يلعب براسه اللي هو سيجي تاس. زين. اللاعب التواني اللي هو الأطول قلب الدفاع. شوف اللاعبين وين ركزوا، 2 هم ما ماسكينه. سيجي تاس ما ممسوك حاليا لأنهم 2 هم أمامه. الكرة وين راحت؟ عبرت ال3. من اللي وراهم إبراهيم بايش. اوكي الكل تقريبا بدون رقابه، الكل التهوا بيمين بسيجي تاس. ابراهيم وين صار؟ بين 2 الظهير اليمين وقلب الدفاع. معناه سوء تمركز. بالضبط مثل ما قال لك كابتن حمزه، عمليه عدم التمركز بالحاله الدفاعيه ومراقبه اللاعب. هذا جانب. لو تكلمنا على فريق نادي الكرخ يمكن هي كثير اكو يمكن انخلقت خلال هذا الشوط فرصه لهم اللي هي مال يانيك زاكري، وكان ممكن يمكن هذه دقيقة 10 وال20 ثانية وراح خلي نشاهد هذه الهجمة كابتن حسين.
هذه قد تكون هذه الفرصه الوحيده اللي سنحت لفريق الكرخ. الكرخ. الكره راح تلعب وراح الكره ترتد من العارضه، هنا نشوف الحاله من العارضه والعمود وهنا الى يانيك زاكري. سوء تعامل من زاكري بالضبط، يعني حاله تكنيكيه. لا بالمناسبه خلي بس نوقف على الزاكري. ايه؟ هذا زاكري واحد لا. من اهم اللاعبين، بس مو مع زاكري. لا مع نادي دهوك، مو زاكري نادي منذ دهوك. خروجه من نادي دهوك ذهابه الى الكهرباء، والان مع الكرخ لم نشاهد اللاعب الذي تعودنا عليه. يعني لاعب قدموا مواسم، احلى مواسم قدمها مع نادي دهوك، وكان كل عيون معظم الانديه على هذا اللاعب. لكن الان هذا يانيك هل هو مصاب ام لا؟ هذه حاله اخرى. طبعا الكرخ اذا تكلمنا على فريق نادي الكرخ راح نروح للدقيقه 35. الاخوه راح يراونا دقيقه 35. هذه شوف كل كره طويله، باع كره طويله، يعني يلغي دور الوسط، كانه فريق لا عنده صناعه لعب ولا عنده لاعبين وسط يوصلون كره، لان الكره منين؟ هاي وين؟ هسه احنا بنفس الدقيقه، هاي دقيقه 35 10 ثواني، راح نروح لكره وين؟ دقيقه هسه راح تلعب مره ثانيه. خلينا نشوف، يلغون كانه لاعبي الوسط ملغيين في فريق نادي الكرخ. خلينا نشوف الكره، راح يقطعون الكره وين؟ الكره تسلم بالوسط او تلعب للطويل. الكره اللي لعبت وراح تستخلص من المدافعين. هنا الكره وين؟ خلينا نشاهد الكره هنا الكره تلعب هجمه لو تلعب طويل. طيب خلاص، اذا الاسلوب اللي موجود اللي يلعبون بفريق نادي الكرخ هو مجرد استخلاص الكره ونقل الكره طويله الى الامام، يعني يلغي دور لاعبين الوسط. ولهذا ما يعني من الصعوبه لفريق الكرخ بناء هجمه منظمه خطره على المرمى. يمكن كلامنا جاب نتيجه. الان الشرطه يتقدم على فريق الجولان بهدف المحترف آتيبة، هذا الهدف اللي جاء في الدقيقه ال40، وايضا فريق زاخو يتقدم على دياله بهدف دون رد. يمكن اذا كانت متوقعه اذا الاهداف اذا كانت حاضره، زميلنا مصطفى مخرج المباراه ما بعد ما حاضره. اذا الان الشرطه يتقدم على الجولان بهدف وزاخو يتقدم على دياله بهدف. كابتن، تكلمت عن الحضور الذهني بالنسبه لفريق الكرخ المفقود. نعم. ما هي الخطوات اللي يجب اتباعها من قبل مدرب الكرخ من اجل اعادته في الشوط الثاني؟ استاذ حسين اتكلم بالبدايه. الفريق عنده خسارتين، تكلم ثاني ان لا يسجل فريق اربيل من البدايه. ماذا سيفعل المدرب؟ احنا اذا نتكلم على فريق الكرخ يجب ان لا ننسى فريق اربيل قدم مباراه هجوميه ومباراه دفاعيه، استطاع ان يسيطر على كل اجزاء الملعب. الحسنه الوحيده اللي بفريق الكرخ وهي مصطفى رميض مدافع اليمين اللي قدر ان يوقف كريستوفر، اللي انا اعتبره ورقه رابحه جدا. كريستوفر ورقه اربيل رابحه بالنسبه لجناح اليسار. مصطفى رميض برايي قدر ان ايقاف خطوره هذا اللاعب. يعني لو حاذرين فريق الكرخ مثل ما مصطفى رميض عمل مع كريستوفر كان سهل عليه الامور، لكن على المدرب، انا تكلمت من البدايه على مدرب فريق الكرخ ان يعمل خط الوسط بشكل ممتاز، ان يكون هناك تقارب بالمساحات، مساحات بعيده، الفريق متباعد، اخراجه للكره كل صعب، يعني بسبب الضغط اللي مولده فريق اربيل على الخط الدفاعي، فلهذا يضطرون حتى تدوير كره غير موجود. هذا بالنسبه تتكلم عن زاخو. هذه لقطات مباشره الان من مباراه زاخو وفريق دياله، وكما نتابع النتيجه تشير الى تقدم فريق زاخو على دياله بهدف دون رد. الجميل وين؟ اعطوني الجميل في هذه اللقطات. تعرفون؟ كابتن خلف، هذه اللقطه الملعب. هذه المباراة في ملعب دهوك وشاهدوا جمهور زاخو. وتعرفون دهوك ايش قد تبتعد عن زاخو، لكن مدرجات الملعب فل عن بكرة ابي. وباع ارضية الملعب بعد. اللون يعني عينك ترتاح من تشوف جمال ارضية الملعب. طبعا والجمهور اللي موجود حتى الجمهور. فاحنا نتمنى انه ملاعبنا بهذه الارضية ومدرجاتنا مليانة بهذا الشكل. يعني قد يكون جمهور زاخو واحد من الجماهير المميزة
لا بالتاكيد، الحضور. وخصوصا تعرفون حاله التحدي الموجوده ما بين زاخو ودهوك. إيه صحيح. فاليوم يقول لك انا كجمهور زاخو من اتواجد في دهوك تعني كثير وابلع الملعب بهذا الشكل، هذه ايضا رساله انا وصلتها. هي هاي الرسائل يعني احنا نتمنى تكون دائما الرسائل ايجابيه، ما نريد نريد رسائل ايجابيه، يعني ما نحب السلبيه. زاخو بين زاخو ودهوك يعني تكون كرة القدم جميلة أكثر مما هي يعني موروثها القديم. ديربي المحافظة وديربي المحافظة بس تصير بي دائما يعني. أتمنى أن تكون ملاعبنا بهذا الشكل، يعني حتى بالنسبة لملاعب الكرخ جماليتها واضحة جدا. في ظل الشوط الأول ويعني مشاهدتكم للشوط الأول وما قدمه فريق أربيل، هل بهذا المستوى فريق أربيل يعني يملك ما يشفع له بأن يكون منافس على الدوري؟ شوف وش عنده. أم الموضوع هو خطوة بخطوة؟ خطوة بخطوة. أنا بتصوري مثل ما تقول أنت، شنو اللي بيه وشنو الناقص فريق نادي أربيل؟ أريد أعرف والله شنو قوة فريق أربيل. قوة الفريق اليوم إذا شاهدنا شبر علي واحد من أحسن اللاعبين على ظهير اليمين، اللاعب التكتيكي. أكو حريز في وسط الملعب وياهم كريستوفر وابراهيم علي، هذول لا كريستوفر من جهه الشمال، نتكلم من جهه اليمين، وياهم ابراهيم علي. اذا تروح من كابتن حسين، اذا تروح من جهه الشمال اللي بيها عمر جنكي وبيها محمد الطاي وبيها كريستوفر جون، اذا هاي الجهتين هي تعمل. لكن اليوم توقف مثل ما تفضل، قد يكون رميض وقف الجون اللاعب الخطر. نعم. لكن وين تكمن ضعف فريق أربيل؟ أنا أقول في صناعة اللعب من وسط الملعب، ولهذا رأس الحربة تيولين تلقاه يتحرك خارج منطقة الجزاء. الجاموس أحيانا يدخل معاه، لكن النقص في العمق بناء الهجمات وصناعة اللعب ما موجودة في نادي أربيل. نادي أربيل على من يعتمد على الجوانب، عنده 3 لاعبين من كل جانب قادرين على لعب الكرات العرضية على المهاجم. طيب ماذا يحتاج الكرخ للعودة في الشوط الثاني؟ الكرخ يحتاج إلى عمل، يعني العمل الأول تقريب المساحات، غلق المساحات على فريق أربيل اللي دا يستغلها بشكل ممتاز، هذا جانب الآخر منطقة الوسط سيطر عليها فريق أربيل، يجب أن يكون هناك تقارب بين الخطوط. أكو مساحة أني شاهدتها بالشوط الأول تمتد بين خط الوسط والمدافعين ما لا يقل عن 30 متر، وهذا فشي يعني يعطي لفريق أربيل أريحية بالتناول. يعني إبراهيم بايش كان يستلم بأريحية، أغلبية اللاعبين كانوا يستلمون ويبدون هجمة بدون أي ضغط من فريق الكرخ عليه أن ينزل إلى 4-5-1 والاعتماد على الجناحين. أحسن ما فريق الكرخ خلال السنوات الماضية هو صناعة اللعب من الجانب، هذا غير موجود. توقعاتك للشوط الثاني؟ يمكن تزيد الحصيلة لفريق أربيل، أعتقد هيك. نعم، اتفاق. نعم. إذن هذه انتقالة من جديد إلى ملعب الكابتن شرار حيدر وأحداث الشوط الثاني لمباراة فريق أربيل وفريق الكرخ. شكرا زميل حسين، شكرا لضيفك في الاستوديو التحليل. إذا نعود وإياكم محبتي مشاهدي ومتابعي قنوات شبكة الإعلام العراقي والشوط الثاني للقاء فريق أربيل والكرخ، بعد ما تركنا الشوط الأول ينتهي لصالح نادي أربيل بهدف لا شيء. سجل الهدف في الدقيقة 4 من بداية المباراة عن طريق الدولي إبراهيم بايش بكرة رأسية في مرمى الحارس جعفر شنيشل. إذا ننتظر بداية الشوط الثاني، والكرخ الآن يلعب من اليسار لليمين وفريق نادي أربيل يلعب من اليمين لليسار. أعتقد سيغير على مستوى التشكيل المدرب أيمن الحكيم بإشراك صهيب رعد سيشترك الآن لنشاهد من هو المغادر من تشكيلة فريق نادي الكرخ. أولى تغييرات المدرب طبعا أيمن الحكيم مدرب فريق نادي الكرخ من خلال هذا اللقاء، وننتظر البداية للشوط الثاني اللي بدأ نادي الكرخ يلعب من اليسار لليمين بألوانه الصفراء الكاملة، وعلى الجانب الأيمن يلعب فريق أربيل
بألوانه البيضاء في هذا اللقاء وهو الزي الاحتياطي لفريق نادي أربيل. إذن بانتظار صافرة حكم اللقاء سالم عامر للإعلان عن بداية الشوط الثاني. هل ستتغير المعطيات من خلال الشوط الثاني بالنسبة لمدرب فريق نادي الكرخ أيمن الحكيم، وتغيير الصورة اللي ظهر من خلالها فريق نادي الكرخ في الشوط الأول لم يكن مقنع أداء فريق الكرخ في الشوط الأول، لذلك لم نشاهد خطورة كبيرة على مرمى فريق أربيل وتهديد مرمى فريق أربيل للوصول على الأقل إلى هدف تعادل في الشوط الأول. إذن الشوط الثاني سينطلق الآن، وحكم المباراة بانتظار الإعلان عن البداية. وهنا التغيير لفريق نادي الكرخ. إذن يشترك صهيب رعد في هذه اللحظات. أول تغييرات المدرب أيمن الحكيم، وإذن سالم عامر حكم اللقاء يعلن بداية الشوط الثاني ولصالح أصحاب الأرض في هذا اللقاء فريق نادي الكرخ أمام أربيل وهو يتأخر بهدف لا شيء. كرة عائدة لحارس المرمى حسين حسن، حارس المرمى لنادي أربيل يلعب كرة عالية للأمام، عادة الوسط أقرب لمؤمل. إذن حيدر حسين هو اللي غادر، وصهيب رعد يشترك. مامادو سورو واضح أمامنا في الصورة مهاجم فريق نادي الكرخ، وباشتراك مع سيجيتاس اللاعب الليتواني سيجيتاس، لكن حكم المباراة لم يشير لشيء، أشار لاستمرار اللعب. هذا هو مامادو سورو بانتظار أول أهداف الكرخ خلال هذا الموسم. جعفر شنيشل إلى فابريس الكناري، بعيدة مرت إلى خارج الملعب من أمام صهيب. رعد، هذا فابريس يطالب زملائه يكون الأداء أفضل، يرتقي للمستوى المطلوب، يلعب في ملعبه خلال هذا اللقاء. عائدة للوسط لمصلحة فريق نادي أربيل، لكن ضاعت على محمد الطائي. هذا سيجيتاس، عملية الإبعاد من أمام مامادو سورو إلى خارج أرضية الملعب، ركلة ركنية لصالح نادي الكرخ. هذا سيجيتاس. أولبير، سيجيتاس أولبير لاعب ومدافع فريق نادي أربيل. ركنية في بداية اللقاء للشوط الثاني ولصالح الكرخ. هل سيتغير شكل المباراة من خلال الشوط الثاني بعد التوجيهات في فترة الاستراحة ما بين الشوطين لمدربي الفريقين؟ طبعا أيمن الحكيم ولؤي صلاح. ركلة ركنية، هل يفعلها الكرخ في بداية الشوط الثاني ويسجل كما فعلها أربيل؟ وبداية الشوط الأول سجل إبراهيم بايش اللي يعتبر هو أسرع أهداف دورينا لغاية الآن، مع هدف لاعب الشرطة فيديلسكوكو في مرمى القرمة. أيضا فيديلسكوكو في مباراة الشرطة والقرمة سجل فيديلسكوكو في الدقيقة الرابعة، واليوم في هذا اللقاء أيضا إبراهيم بايش يسجل في الدقيقة الرابعة، وأسرع هدفين في دورنا لغاية الآن إبراهيم بايش وفيديلسكوكو. هنا خطأ لصالح نادي أربيل، لاحظ الإعادة، ركلة حرة لصالح نادي أربيل. شبر علي يتحصل على خطأ مع وجود رمية جانبية الآن لصالح نادي أربيل. هذا مؤمل راشد قدم شوط أول جيد طبعا من الناحية الدفاعية بالنسبة لمؤمل راشد كمدافع وظهير أيمن لفريق الكرخ. كرة النقل للوسط، أكو حزير عيدة إلى سيجيتاس إينونغا الكنغولي للوسط لآكو. سيجيتاس يحاول التقدم للأمام، مدافع أربيل حاول نقل الكرة للوسط لإبراهيم بايش. إبراهيم بايش نقل الكرة بشكل جميل. الآن أربيل يحاول مضاعفة النتيجة داخل منطقة الجزاء. ميولين، لكن مرت على ميولين البرازيلي. جهة اليسار كريستوفر جون،
كريستوفر جون، عيدها للخلف كريستوفر إلى عمر جنقي، كرة عالية من عمر جنقي داخل منطقة الجزاء، خطيرة على مرمى الكرخ، ممكن مرتدة الآن عن طريق اللاعب مصطفى، يحاول التقدم مصطفى لكن ضغط على مصطفى رميض لتعود لفريق نادي أربيل عن طريق الوسط. عامر جاموس اللي بدوره ينقلها إلى شبر علي جهة يمين فريق نادي أربيل. شبر عودة إلى الخلف من شبر علي للوسط، محمد الطاي، إبراهيم بايش، كرات يتناقلها لاعبي أربيل والبحث عن ميولن، عن كريستوفر جون. هذا هو كريستوفر جون، هو الموسم الماضي جاء لفريق نادي أربيل في فترة الانتقالات الشتوية. كريستوفر جون هو قادم من العربي الكويتي. على سبيل الإعارة من العربي الكويتي مع أربيل. اكو حزير، لكن هو في موسم 23-24 لعب للزوراء. كرة عن طريق الوسط، هجوم الآن لمصلحة أربيل في المنتصف، لكن تمريرة خاطئة عادت لدفاعات الكرخ مع العودة لجعفر شنيشل حارس المرمى. كرة طويلة من جعفر شنيشل للأمام، تنقل للوسط، تمريرة أمامية داخل منطقة الجزاء خطيرة لأربيل، ومرت إلى خارج الملعب، مرت على البرازيلي ميولن، يحاول أن يضع اسمه في هذا اللقاء. ميولن سجل في المباراة الأولى وسجل في المباراة الثانية ويريد أن يسجل في المباراة الثالثة على التوالي. لاعب البرازيلي ميولن. مؤمل، دفاعات الكرخ، طلب على المدرجات لملعب الراحل شرار حيدر لجماهير أربيل سعيدة بهذا التقدم، بهذه النتيجة، سعيدة أكيد بالصدارة جماهير أربيل في حال تحقيق الانتصار. كريستوفر جون جهة اليسار، عامر جاموس لكريستوفر جون والتمريرة، لكن تصطد وتبعد إلى ركلة ركنية لصالح نادي أربيل. فابرس اللاعب الإيفواري وعملية الإبعاد إلى خارج الملعب. ركلة ركنية، كريستوفر على التنفيذ الركنية الآن لمصلحة فريق نادي أربيل، وقريب حكم المباراة يتحدث مع كريستوفر جون سالم عامر. ركنية على القائم الأيمن داخل منطقة الجزاء، إبعاد لدفاعات الكرخ، يانيك زاكري، وخطأ ليانيك زاكري، ركلة حرة. يطالب حكم المباراة بإشارة بطاقة صفراء على عامر جاموس اللاعب الأردني. خطأ لصالح نادي الكرخ. مؤمل، كرة عالية من مؤمل داخل منطقة الجزاء على مرمى أربيل. هذا عمر جنقي مدافع فريق نادي أربيل. رمية جانبية لصالح نادي الكرخ من الجهة القريبة داخل منطقة الجزاء من حسين فاهم، ممكن بالدبل كيك، لكن مرت إلى خارج الملعب من البديل صهيب. رعد في هذه اللقطة إلى خارج أرضية الملعب، ركلة مرمى لصالح نادي أربيل. واضح أمامنا في الصورة عمر جنقي لاعب ومدافع فريق نادي أربيل،
يبدأ به المدرب لؤي صلاح أساسيا في هذا اللقاء بعد ما كان حسن رائد في المباراة الماضية. وعلى فكرة حسن رائد أيضا مثل الكرخ، هناك أسماء عديدة مثلت الكرخ متواجدين مع فريق نادي أربيل. إيفياني إيزي أيضا مثل الكرخ، موجود على دكة البدلاء لفريق نادي أربيل. حسين حسن الحارس أيضا مثل الكرخ، متواجد حارس مرمى لفريق أربيل. حسين حسن الحارس القادم من الزوراء. هنا جعفر شنيش الحارس المرمى لنادي الكرخ. كرة ينقل أمام جعفر إلى فابرس، حاول عملية اللف والدوران فابرس، عيدها بدوره إلى جعفر شنيشل. جعفر حارس المرمى للكرخ، كرة عالية الأمام، عملية القطع إبراهيم بايش، لكن الطول على إبراهيم بايش تصبح رمية جانبية. هذا هو شبر علي اللاعب القادم من زاخو. زاخو متعادل لغاية الآن مع ديالة بال1-1، بينما الشرطة أنهى الشوط الأول متقدما على جولان بهدف لا شيء. ليونيل أتيبة هو صاحب هدف المباراة الوحيد في مباراة الجولان، اللاعب الكاميروني ليونيل أتيبة. كرة عالية الوسط لمصلحة فريق أربيل، خطأ لصالح بايش، ركلة حرة مباشرة لصالح أربيل في منتصف الملعب تماما. هل تذهب المباراة إلى النهاية بهدف إبراهيم بايش أم سيتغير كل شيء في قادم الدقائق؟ النتيجة والأداء من قبل الفريقين أربيل والكرخ. كرة عالية الأمام، عملية الإبعاد لصالح نادي الكرخ، عادت لأربيل في المنتصف، أقرب لإبراهيم بايش، ضغط على إبراهيم بايش لكن يضطر العودة إبراهيم إلى سيجيتاس. كرة إلى محمد الطائي، إينونجا يغير اللعب جهة اليسار، كريستوفر جون، ممكن أربيل حاول ينقل الكرة داخل منطقة الجزاء كريستوفر جون، لكن طالت على كريستوفر جون إلى خارج أرضية الملعب، ركلة أو رمية جانبية لصالح نادي الكرخ من الجهة القريب. هذا هو كريستوفر جون، رمية جانبية. يانيك زاكري لم يظهر لغاية الآن. يانيك زاكري لاعب ممتاز، لاعب مهاري، لاعب دائما ما يصنع الفارق. هناك خلفه لؤي الحارس الخبرة، الحارس الكبير سرهنج محسن، البديل للحارس حسين حسن. سرهنج هذا هينوك إينونجا صهيب بديل لفريق الكرخ، تصطد بعمر جنقي إلى خارج الملعب، ركلة ركنية لصالح نادي الكرخ، ركنية للكرخ. صهيب من سيسجل للكرخ أول أهدافه في هذا الموسم، ننتظر قادم الدقائق. داخل منطقة الجزاء يدافع فريق أربيل بأكمله أمام محاولة الكرخ في هذه اللقطة. تعود لاعبي فريق الكرخ مع العودة إلى الخلف، تغيير عن طريق الجانب الأيمن، أقرب لصهيب رعد، يحاول يمر صهيب، حاول التقدم صهيب قريبة لمنطقة الجزاء، خطيرة الآن لمصلحة فريق الكرخ، لكن مامادو سورو حضر باليمين وسدد باليسار، لكن سهلة وضعيفة تصل لأحضان حارس المرمى حسين حسن. لاحظ هذه اللقطة والإعادة بأحضان حارس المرمى حسين حسن. عمر جنقي، هينوك إينونجا لأربيل، إبراهيم بايش. هناك نشاهد تغيير حيدر أحمد سيشترك
مع فريق نادي الكرخ في قادم الدقائق، في تغيير ثاني للمدرب أيمن الحكيم. مع التغييرات لأيمن الحكيم يحاول ويطلب من لاعبيه في هذه اللحظات تغيير النتيجة، التعادل ممكن، وأربيل يحاول على مرمى الكرخ، لكن عملية الإبعاد في اللحظة الأخيرة من دفاعات الكرخ إلى خارج الملعب. رمية جانبية، رمية جانبية. هذا البوركيني إليسو. هنا حيدر أحمد يشترك، بديل آخر بعد اشتراك صهيب مع خروج مهدي عباس. تغييران للمدرب أيمن الحكيم، هذا هو مهدي عباس اللي ترك المباراة لزميله حيدر أحمد. عملية الهجوم الآن لأربيل، خطأ على إبراهيم بايش. خطأ لصالح نادي الكرخ، حارس المرمى جعفر شنيشل على تنفيذ الخطأ، والركلة الحرة لصالح نادي الكرخ. كرة عالية للأمام، مامادو يحتاج إلى المساندة. مامادو سورو عن طريق الأطراف، عن طريق لاعب يلعب خلف المهاجم، بعيد تماما سورو عن مرمى فريق نادي أربيل. الوصول قليل جدا للاعبي فريق الكرخ إلى مرمى أربيل. كرة عن طريق الوسط، لا وجود لخطأ يانيك زاكري. تمرير في المنتصف ممكن. فريق نادي الكرخ حكم المباراة يطلب الاستمرار من لاعبي الفريقين. عادة الوسط، هذا حيدر أحمد، تغيير اللعب لجهة اليسار، المحاولة تبقى قائمة. حسين فاهم، حسين للوسط، أقرب لإليون فاي السنغالي. عادت إلى فابريس، ينقل الكرة إلى مؤمل جهة اليمين الكرخ. تمريرة أمامية، بدأ أفضل الآن الكرخ، بدأ ينقل الكرة بشكل جيد في هذه اللحظات داخل منطقة الجزاء من صهيب، لكن التدخل الدفاعي لأربيل وعملية الإبعاد. كريستوفر جون، المرتدات ممكن يشكل خطورة لأربيل على مرمى الكرخ. هذا فابريس أمام ميولين، المهاجم الوحيد والصريح لفريق أربيل في هذا اللقاء، ويساند عن طريق الجانب الأيمن طبعا إبراهيم بايش، وعن طريق الجانب الأيسر كريستوفر جون. كرة عن طريق الوسط، آليون فاي السنغالي، أقرب يانيك زاكري. تمريرته خاطئة يانيك زاكري، تعود لفريق أربيل. لاحظ ما يقارب 3 دقائق والكرة لا زالت في منتصف الملعب، مرة تنتقل للاعبي أربيل ومرة تنتقل للاعبي الكرخ. صعب الوصول. محمد الطاي، اكو حزير، غير لجهة اليمين، اكو حزير الى سيجيتاس، اكو حزير لسيجيتاس المدافع المتقدم للامام داخل منطقة الجزاء، والرأسية من عامر الى خارج الملعب لركلة مرمى. هذا هو عامر جاموس. عامر هنا حارس المرمى جعفر شنيسل، حارس المرمى لنادي الكرخ بالمباشر، ينقلها للأمام. كرة عالية للكرخ أربيل، صراع في المنتصف وخطأ لصالح نادي أربيل، خطأ يشير لحكم اللقاء لصالح أربيل. هذا هو كريستوفر جون، تدخل من مؤمل راشد، يرتكب الخطأ مؤمل راشد مع وجود ركلة حرة لصالح نادي أربيل. ركلة حرة لأربيل، هذا هو مؤمل راشد. عمر جنقي على التنفيذ الخطأ لأربيل، عالية للأمام. ميولين حاول يمر البرازيلي، ميولين لا خطأ، ركلة حرة لصالح نادي أربيل، ركلة حرة لميولين.
البرازيلي سالم عامر، خبرة تحكيمية طويلة في الدوري العراقي ومن يقود هذا اللقاء. ركلة حرة مباشرة لصالح نادي أربيل على مقربة من مرمى فريق نادي الكرخ. لاحظ هذا المرور اللي كان عن طريق ميولين، على أثر حكم اللقاء أشار لوجود خطأ. حيدر أحمد واحد من بدلاء نادي الكرخ، ركلة حرة مباشرة إبراهيم بايش، هل يصل إلى هدف الثاني في هذا اللقاء وفي هذا الموسم بعد العودة إلى الدوري العراقي؟ إبراهيم بايش أمام ترقب، حاط الصد الكرخ وحارس المرمى. مرت تسديدة إبراهيم بايش إلى خارج الملعب، ركلة مرمى لصالح نادي الكرخ. إبراهيم حاول أن يضعها من فوق الجدار وبعيدة عن الحارس جعفر شنيشل، لكن مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى فريق الكرخ. إبراهيم بايش للوسط للكرخ، مؤمل، كرة طويلة من مؤمل راشد. يانيك زاكري يحاول الضغط على هينوك إينونغا، رمية جانبية لصالح نادي الكرخ. هذا إينونغا بعد الإبعاد إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية. لا زال الصيحات جماهير أربيل متواصلة من بداية المباراة ولغاية الآن لمؤازرة القلعة الصفراء خلال هذا الموسم بمدرب جديد مع استقطابات جديدة. فريق أربيل يحاول المنافسة على لقب الدوري العراقي وأيضا عند استحقاق خليجي، يعني سيلعب على جبهتين، الدوري العراقي والأندية الخليجية، وممكن أيضا بطولة كأس العراق اللي ألغيت الموسم الماضي، بطولة كأس العراق. كرة النقل تصطد وتبعد إلى خارج الملعب، رمية جانبية لأربيل، رمية جانبية لأربيل. هذا حيدر أحمد اللي اشترك من خلال التغييرات للمدرب أيمن الحكيم، لكن لا زال مدرب فريق أربيل يحتفظ بنفس الأسماء اللي كانت حاضرة في الشوط الأول. كرة تمر إلى خارج الملعب، رمية جانبية لصالح نادي أربيل بعد الإبعاد من أمام اللاعب عامر جاموس. هذا هو جمهور أربيل على ملعب الراحل شرار حيدر، رحمة الله على شرار وعلى كريم سلمان أيضا نجوم الكرخ السابقين. هناك خطأ ودفع واضح، ركلة حرة لصالح نادي الكرخ. ملعب الراحل شرار حيدر يعد واحد من أجمل الملاعب في العاصمة بغداد، واحد من الملاعب الجميلة في العاصمة بغداد، لكن يوم من المؤسف أن نشاهد بعض الملاعب يعني لم تجهز بشكل جيد لانطلاقة الدوري خلال هذا الموسم. شاهدنا ملعب زاخو، شاهدنا ملعب ديالة، شاهدنا ملعب الميناء، أيضا ملعب النجف ما كان بالشكل المطلوب. قد يكون في الجولة الرابعة يكون ملعب المدينة جاهز لاستقبال مباريات الطلبة والقوة الجوية خلال هذا الموسم. يعني الطلبة والقوة الجوية راح يلعبون على ملعب الراحل شرار حيدر خلال هذه الجولة، يعني تقريبا 4 مباريات ستقام على ملعب الراحل شرار حيدر خلال هذه الجولة. شاهد حكم المباراة سالم عامر يعطي دقيقة التبريد في هذه الأثناء. نقترب من الدقيقة 70. يا من تشاهد قنوات شبكة الإعلام العراقي
ولقاء أربيل والكرخ لغاية الآن تقدم أربيل بهدف إبراهيم بايش في الدقيقة الرابعة من بداية المباراة. وعلى الجانب الآخر المبارتين أيضا تلعب لغاية الآن ما بين الشرطة والجولان، تقدم فريق الشرطة بهدف، والتعادل ما بين زاخو وديالة لغاية الآن. بعد هذه المباريات الثلاث ستكون مباراة مهمة للنوارس الزوراء اللي لم يحقق الانتصار لغاية الآن، والقوة الجوية مع غاز الشمال، والآخر فريق القوة الجوية أيضا لم يحقق الانتصار لغاية الآن. وعلى فكرة قد تكون أول مرة تحصل في دورينا الفرق الجماهيرية الأربعة، القوة الجوية والزوراء والطلبة والشرطة، لم يحققوا الانتصار في أول جولتين من بداية هذا الموسم. يعني لا الجوية حقق انتصار، ولا الزوراء حقق انتصار، ولا الطلبة حقق انتصار، ولا الشرطة حقق انتصار. يعني الطلبة خسر وفاز، والشرطة تعادل وفاز، والقوة الجوية تعادل في مبارتين، والزوراء تعادل في مبارتين. قد هذه تحصل لأول مرة في دورنا، الفرق الجماهيرية الأربعة لم تحقق الانتصار في أول جولتين من بداية الموسم. إذن العودة لأجواء المباراة بعد نهاية الدقيقة الكولينج بريك اللي أوقف الحكم المباراة، دقيقة التبريد. هذا حسين حسن، سيجيتاس ينقل الكرة الوسط، سيجيتاس، إبراهيم بايش، عملية التمرير من إبراهيم، والقطع موجود عن طريق اللاعب إليون فاي السنغالي، إليون فاي الواضح أمامنا في الصورة، إليون فاي لاعب الوسط لفريق نادي الكرخ. رمية جانبية، هناك خطأ لصالح نادي الكرخ، ركلة حرة مباشرة. لاحظ هنا التدخل والإعاقة من إبراهيم بايش، خطأ على إبراهيم بايش، ركلة حرة لصالح نادي الكرخ، كرة عالية الأمام، عملية القطع لأربيل، محاولة المرور، مؤمل يرتكب خطأ مؤمل، ركلة حرة لصالح نادي أربيل، ركلة حرة لأربيل. أيمن، نظرة على المباراة، نظرة على نتيجة المباراة، نظرة على ما يحصل للكرخ خلال البداية المتعثرة، يريد أن يرمم فريق الكرخ خلال التعثرات في الجولتين الأولى، ولغاية الآن هو يخسر أمام أربيل بانتظار موسم طويل وشاق على كل الأندية. والبداية المتعثرة أكيد راح تصعب المهمة على المدرب، على اللاعبين، على الإدارة. كرة من جهة اليسار، عامر جاموس إلى ميولن، ضغط على ميولن من قبل دفاعات فريق نادي الكرخ. هذا مؤمل ينقل الكرة الأمام، مؤمل، الكرخ مامادو يحاول الضغط على اينونغا، عائدة إلى سيجيتاس الليتواني، سيجيتاس مدافع فريق نادي أربيل، محمد الطائي، أو هذا آكو حزير، آكو حزير، عملية التغيير من آكو حزير للوسط، آكو من جديد يحاول التقدم، آكو ينقلها إلى إبراهيم بايش، إبراهيم أكيد إبراهيم بايش راح يكون إضافة لفريق نادي أربيل. كرة من جهة يسار، كريستوفر جون يحاول يمر، نيجيري كريستوفر لا زال يحتفظ بالكرة، كريستوفر جون أمام لاعبين لفريق نادي الكرخ داخل منطقة الجزاء، يانك الإيفواري، يانك زاكري كابتن فريق نادي الكرخ يحاول يمر يانك زاكري، وخطأ يشير لحكم اللقاء سالم عامر،
ركلة حرة لصالح نادي الكرخ. هذا هو يانك زاكر. لاحظ الإعادة والخطأ، ومحمد الطائي يرتكب خطأ لصالح يانك زاكري. ربع ساعة تفصلنا عن نهاية المباراة يا من تتابع وتشاهد قنوات شبكة الإعلام العراقي. أربيل هدف لا شيء للكرخ. محمد الطائي، صهيب واحد من بدلاء الكرخ، صهيب مع حيدر أحمد. كرة تمر إلى خارج الملعب من أمام مؤمل راشد. هل سيغير مدرب أيمن الحكيم فيما تبقى من دقائق من عمر المباراة والشوط الثاني لهذا اللقاء؟ يانك زاكري حاول يمر يانك زاكري، مرور ناجح ليانك قريبا لمنطقة جزاء أربيل، داخل منطقة الجزاء. المتابعة موجودة من المدافع سيجيتاس إلى خارج أرضية الملعب. رمية جانبية، رمية جانبية لصالح نادي الكرخ. هذا هو يانك زاكري جهة اليمين. يانك حاول يمر بالمهارة، يانك عادت من جديد. يانك ضغط على يانك، 3 لاعبين من أربيل. محاولة تعود عن طريق مؤمل، يقع الكرة داخل منطقة الجزاء وسهلة تصل لحارس المرمى حسين حسن، حارس المرمى لنادي أربيل. حسين حسن لنادي أربيل. الآن يجهز لاعب آخر المدرب أيمن الحكيم. هذا فابريس سيجوي. إذا سجاد علاء وخروج مصطفى رميض. مصطفى رميض وسجاد علاء يشترك الآن مع فريق نادي الكرخ. اللاعب القادم من النجف سجاد علاء، سبق وأن لعب للميناء أيضا سجاد علاء. ثالث تغييرات أيمن الحكيم. مع التغييرات لم يتغير شيء بالنسبة لفريق الكرخ، لم يعدل. وصلت لحسين حسن حارس المرمى لنادي أربيل. لؤي صلاح لا زال يحتفظ بلاعبيه لغاية الآن لم يجري أي تغيير. تقريبا هو استقرار عنده على التشكيلة اللي كانت في الشوط الأول. يعني قد يكون التغيير غير مطلوب بالنسبة للؤي صلاح، لأن فريقه لغاية الآن هو اللي المسيطر تماما على أجواء هذا اللقاء أمام الكرخ. هذا يانك زاكري، لكن في الشوط الثاني تقريبا تحسن أداء فريق الكرخ. إذن خطأ، ركلة حرة. لاحظ التدخل من عمر جنقي على يانك زاكري مع وجود ركلة حرة لصالح نادي الكرخ. لاحظ هنا الإعادة عمر جنقي في هذه اللقطة. هجوم للكرخ، كريستوفر جون من أمام صهيب، عادة الوسط. كريستوفر جهة يسار فريق أربيل، يقع الكرة أمامية. ميولن حاول الضغط على دفاعات نادي الكرخ، لكن عائدة من فابريس لحارس المرمى جعفر شنيش. تغيير اللعب من جعفر. حسين فاهم عيد الوسط. حيدر للوسط إلى يانك زاكري قطع من أمام زاكري. عادة الوسط لمصلحة فريق نادي أربيل. اعتقد لو سجل أربيل هدف آخر خلاص أربيل سيذهب بنتيجة المباراة، لكن عند الفرصة فريق الكرخ العودة. الأهداف تأتي بأجزاء من الثانية، ممكن الكرخ يعدل ويعود إلى أجواء المباراة، وعلى الأقل في هذا اللقاء يخرج متعادل بانتظار قادم المباريات وقادم الجولات لفريق نادي الكرخ وأيضا لفريق أربيل. جنقي عليه الحذر، عمر جنقي. كرة عالية الوسط،
إذن راح يغير المدرب لؤي صلاح. مصطفى وليد شاهده على التغيير. هذا محمد الطائي. كرة عن طريق الوسط، مؤمل راشد ينقل الكرة الأمام. مؤمل وصلت لهينوك إينونغا. خلاص نلعب في الدقائق العشر الأخيرة لهذا اللقاء. جماهير أربيل متواجدة مع المحبين، طبعا أكيد فريق الكرخ عنده محبين. كرة عائدة للوسط الآن لمصلحة فريق نادي الكرخ. مامادو متراجع للوسط، يغير اللعب. مامادو تنقل أمامية. مامادو قريبة لمنطقة جزاء فريق نادي أربيل. عملية التغيير 3 لاعبين. هذا كريستوفر جون. 3 لاعبين لنادي أربيل، طبعا إيفياني إيزي وبالإضافة إلى مصطفى وليد ومصطفى قابيل. كريستوفر جون يغادر. هذا مصطفى قابيل قدم موسم رائع، لكن الإصابات حالت دون تألقه، وهنا خروج لشبر علي وكريستوفر جون. ومن هو المغادر اللاعب الثالث مع دخول إيفياني إيزي الواضح أمامنا في الصورة. إيفياني إيزي اللي اشترك الآن. هذا مصطفى وليد القادم من القوة الجوية والمتوج بلقب الدوري العراقي مع القوة الجوية الموسم الماضي، وعنده لقب مع الكرخ، عنده لقب على مستوى بطولة الكأس. هو اللاعب مصطفى وليد. بال 22 الكرخ مع أحمد عبد الجبار حقق لقب بطولة كأس العراق، ويومها على فكرة كان لؤي صلاح هو مدرب الكهرباء اللي خسر اللقب أمام فريق نادي الكرخ. اليوم لؤي صلاح مدرب فريق أربيل بمواجهة الكرخ، يعني في نهائي بطولة الكأس أحمد عبد الجبار مدرب الكرخ السابق تفوق على لؤي صلاح وحقق لقب بطولة الكأس. ويومها مصطفى وليد اللي اشترك قبل هذه اللحظات مع فريق أربيل كان متواجد مع فريق الكرخ، يعني عنده لقبين لمصطفى وليد، بطولة الكأس مع الكرخ والدوري العراقي الموسم الماضي مع القوة الجوي، ويطمح أن يكون عنده حضور. هذا هو مصطفى وليد اللي اشترك قبل لحظات، ينقل الكرة بشكل خاطئ. صهيب إلى مامادو سورو، عادت لصهيب رعد. يانيك زاكري حاول للمنتصف. يانيك زاكري كرات يتناقل لاعبي فريق الكرخ. عملية التغيير إلى مؤمل راشد. كرة عالية قريبة لمنطقة الجزاء. سيجيتاس عالية لحارس مرمى فريق نادي أربيل حسين حسن، يتمكن من الحصول على الكرة. حسين حسن كرة عالية الأمام. عملية الإبعاد من إيليسو لكن خاطئة، أو هذا إليون فاي تمرير الأمام لكن بعيدة عن إيزي. إيفياني إيزي اللي تحدثنا عنه سبق وأن مثل الكرخ في الموسم قبل الماضي، هو قادم مع أربيل من فريق ويلينغتون النيوزيلندي. قادم اللاعب إيفياني إيزي. كرة عالية الأمام لمصلحة الكرخ لكن مرت بعيدة إلى خارج أرضية الملعب من أمام صهيب رعد. رمية جانبية لأربيل من الجهة القريبة. هل سنشهد خسارة ثالثة للكرخ على التوالي؟ الكرخ اللي كان مميز وبشكل كبير الموسم الماضي.
بنفس المدرب اللي هو أيمن الحكيم، لكن تغيرت الأسماء، غادرت أسماء، قدمت أسماء لفريق الكرخ. لكن الموسم الماضي الكرخ كان هو الحصان الأسود لدوري نجوم العراق. ركلة حرة لصالح نادي أربيل. مصطفى وليد، كرة عالية من مصطفى وليد، أقرب إيفياني، حاول التحضير لاعبي الكرخ السابقين مصطفى وليد وإيفياني إيزي. كرة عالية الوسط لمصلحة فريق نادي أربيل، عملية تمرير في المنتصف. حاول فريق أربيل الحفاظ على نتيجة، بينما الكرخ يبحث عن التعادل، يبحث عن العودة، يبحث عن انتصار، يبحث عن هدف الأول خلال هذا الموسم. لم يسجل الكرخ لغاية الآن، خسر من النفط 2-0 وخسر من الجولان بهدف لا شيء، ولغاية الآن متأخر أمام أربيل بهدف لا شيء. مركز أخير بدون تسجيل الأهداف صعب جدا. وهنا خطأ، إبراهيم بايش صاحب هدف المباراة الوحيد يحصل على خطأ مع وجود ركلة حرة مباشرة لمصلحة نادي أربيل. ركلة حرة لأربيل. إبراهيم بايش سحب، خطأ لصالح نادي أربيل. ركلة حرة من الجهة القريبة. الوقت بدأ يدرك فريق الكرخ ويقرب أربيل. هنا يانك زاكري داخل منطقة الجزاء، المحاولة ممكن لكن عملية الإبعاد، أو اعتقد يانك زاكري غادر أو لا زال موجود كابتن فريق نادي الكرخ. كرة عن طريق الوسط، هذا آكو حزير، حاول يمر آكو بالمهارة، مرور لآكو حزير، ولا خطأ لصالح نادي أربيل. ركلة حرة مباشرة. كل مدرب أجرى 3 تغييرات، والمتبقي لكل مدرب تغييرين. لاحظ هنا السحب الواضح ولصالح آكو حزير لاعب الوسط لفريق نادي أربيل. كرة النقل للخلف إلى هينونغا. أربيل، آكو حزير إلى سيجي تاس، للوسط من سيجي تاس. محمد الطائي، إيفياني، حاول يمر إيفياني، ضغط من حسين فاهم على إيفياني إيزي، مر إيفياني إيزي لاعب أربيل. إيفياني إيزي طبعا لاعب نيجيري. عاد للخلف إلى فابريس. إليسو، كرة عالية قريبة، مرت إلى خارج الملعب من أمام صهيب رعد. هذا هو صهيب رعد. بالسلامة لصهيب رعد بعد التدخل مع إيفياني إيزي. حكم مباراة أشار لوجود خطأ. هنا تغيير آخر لأربيل، تغيير آخر. عامر جاموس يترك المباراة إلى سيفين منصور لاعب تغييرات المدرب لؤي صلاح. خلاص نقترب من نهاية المباراة، وأربيل يقترب من تحقيق انتصاره الثاني والوصول إلى النقطة 7، والكرخ يقترب من الخسارة الثالثة على التوالي. كرة عالية للأمام، أقرب لمؤمل، كرة عالية قريبة لدفاعات نادي أربيل. هذا مصطفى وليد، ينقل الوسط مصطفى. محمد الطائي يغير اللعب إلى إبراهيم بايش. كرة أمامية إلى مصطفى قابيل حاول يمر، لاعب المهاري، اللاعب الشاب، لاعب منتخبنا الأولمبي العراقي. كرة قريبة لمنطقة جزاء فريق نادي الكرخ. صراع قريب لعلم الزاوية. نادي أربيل يحاول كسب بعض الوقت للوصول إلى النهاية اللي تسعد جماهير المتواجدين على مدرجات ملعب الراحل شرار حيدر. مرت إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية. هذا هينونغا.
اللاعب الكنغولي هينوك إينونغا للوسط، مامادو سورو إلى مؤمل، توجيهات لؤي داخل منطقة الجزاء، هل يفعلها الكرخ؟ يسجل هنا مامادو سورو، يحاول يمر بالمهارة مامادو، لكن ضغط على مامادو سورو، يضطر العودة إلى يانيك زاكري، يانيك زاكري يسدد لكن بعيد، بعيدة مرت على يانيك زاكري، بعيدة على يانيك زاكري. نصل إلى الدقيقة 90 إن شاء الله بالسلامة. لاحظ الإعادة، بالسلامة لسجاد علاء، يشكو من إصابة سجاد اللاعب القادم من النجف، والنجف الكل يعلم بأنه هبط إلى الدوري الممتاز العراقي. هذا مصطفى رميض اللي ترك المباراة إن شاء الله بالسلامة. هناك ركلة مرمى، يشكو من إصابة سجاد علاء، هو دخل قبل لحظات، هل سيغادر؟ إذن سنلعب في الوقت المحتسب بدل ضاع اللي قدر حكم المباراة 4 دقائق. هل ستكون كافية للكرخ للعودة أم ستكون كافية لأربيل لتحقيق الانتصار الثاني والوصول إلى النقطة السابعة؟ هذا مصطفى قابيل قريب من علم الزاوية لمرمى فريق الكرخ. مصطفى ضغط من لاعبي الكرخ، طالت على مصطفى قابيل إلى ركلة ركنية، قرار إلى ركنية، ركلة ركنية. راية المساعد الثاني تشير إلى ركلة ركنية. هذا مصطفى قابيل. يعني هذا الدرج من الفئات العمرية لفريق نادي أربيل، درج من الفئات العمرية لنادي أربيل. إذن لاحظ هذه من خلال التعديلات الأخيرة، يعني العودة إلى الفار في حالة الركنية. لاحظ القرار في البداية أعطى القرار ركنية لفريق نادي أربيل، لكن بعد العودة إلى الفار هذه من خلال التعديلات الأخيرة أنه حتى في حالة الركنية أنه تعود إلى الفار، وبالتالي القرار يأتي إلى ركلة مرمى بعد التأكد من غرفة الفار بأنها ركلة مرمى. هذه آخر التعديلات اللي طرأت من خلال القرارات التحكيمية. كرة تعود للوسط الآن لمصلحة نادي الكرخ، عملية الإبعاد للوسط الآن أربيل. إيفياني حاول ينطلق للأمام، إيفياني وسفين منصور، طارت على سفين. آخر التغييرات نشاهد نياز محمد، واحد من الأسماء الخبرة سيدخل الآن. هذا يانيك زاكري ينقل كرة داخل منطقة الجزاء، خطيرة على مرمى فريق نادي أربيل، هل يفعلها فريق الكرخ؟ نلعب في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل ضائع، والحارس حسين حسن. أربيل متقدم بهدف. هذا إبراهيم بايش حاول يكسب بعض الوقت وصولا إلى النهاية. كرة النقل عن طريق سيرفين منصور، يعيدها إلى إبراهيم بايش. إبراهيم ضغط من يانيك زاكري. مصطفى وليد عملية الإبعاد، هذا مصطفى قابيل، ضغط على مصطفى قابيل من دفاع الكرخ، يقرب لمامادو سورو إلى يانيك زاكري. هل ستكون الفرصة لفريق الكرخ أن يعدل النتيجة؟ يانيك زاكري مع تقدم لاعبي الكرخ وتراجع لاعبي أربيل، لكن الضيع على لاعبي فريق نادي أربيل. إبراهيم بايش، تغيير اللعب إلى جهة اليسار. مصطفى وليد، مصطفى يقترب فريق أربيل شيئا فشيئا في هذه اللحظات، في الثواني الأخيرة من الدقائق الأربعة اللي أضافها حكم اللقاء سالم عامر. خلاص ما أعتقد راح يسجل فريق الكرخ، وفريق الكرخ صائم عن التهديف للمباراة الثالثة على التوالي، صائم عن التهديف
وصائم عن تحقيق الانتصار أو التعادل. كرة عالية الأمام، إيفيان إيزي، عملية الإبعاد بشكل خاطئ. مصطفى قابيل حاول الضغط، دقائق الأربعة انتهت، مرت إلى خارج الملعب. إذن في هذه الأثناء أيها الأحبة مشاهدينا ومتابعينا عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي، حكم اللقاء سالم عامر يطلق الصافرة النهائية الكاملة للقاء أربيل والكرخ، لينتهي هذا اللقاء بفوز نادي أربيل بهدف لا شيء عن طريق الواضح أمامنا في الصورة إبراهيم بايش في الدقيقة الرابعة من بداية المباراة. مبروك لفريق أربيل هذا الانتصار، نقول هارد لك لفريق الكرخ الخسارة الثالثة على التوالي. إذن أربيل يرفع رصيده إلى 7 نقاط بالصدارة، بينما يقع فريق الكرخ في المركز الأخير. أحبتي إلى هنا نأتي إلى نهاية المباراة. تقبلوا كل التحيات مني معلق المباراة جمال الدراجي. أعود بالكلمة إلى الزميل العزيز حسين البهادلي وضيفيه الكريمين في الاستوديو التحليل. تفضل زميل حسين. شكرا جمال. إذن إبراهيم بايش يقود أربيل للفوز على الكرخ بهدف دون رد، جاء في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة. وفي بقية المباريات فريق زاخو يتقدم على فريق ديالا بهدفين مقابل هدف واحد. الهدف الثاني جاء عن طريق اللاعب شيركو كريم. أما في المباراة الثانية فريق الشرطة يتقدم على الجولان في ملعب الجولان بهدف المحترف أتيبة. إذن إلى الآن هذه النتائج في دورينا دوري نجوم العراق. هذا هو الهدف الثاني لفريق زاخو اللي جاء في الدقيقة 67 عن طريق اللاعب شيركو كريم. هذه المباراة التي يمكنكم مشاهدتها على القناة العراقية الكردية ويحتضنها ملعب ادهوك. أيضا فريق الشرطة كما شاهدنا يتقدم على فريق الجولان بهدف اللاعب المحترف آتيبة الذي جاء في الشوط الأول من عمر المباراة. وأيضا فريق الشرطة سجل هدف الثاني لكن تم إلغاه بعد العودة إلى تقنية الفار. كما كان متوقعا الكرخ يخسر أمام أربيل على ملعبه ليصل إلى الخسارة الثالثة على التوالي بدون تسجيل أي هدف في دورينا، وتصدر مؤقت لفريق نادي أربيل. طيب في هذا الأسبوع ربما الشوط الثاني كالعادة فريق الكرخ يقدم شوط سيء ومن ثم يعود بالشوط الثاني بعد إجراء سلسلة من التغييرات. أنا باعتقادي هي اللي غيرت كثير من شكل الفريق. حيدر أحمد، سجاد علاء، بالنتيجة أداء فريق أربيل لم يكن مطمئنا بالشوط الثاني عكس اللي قدمه بالشوط الأول. فصدارة مؤقتة وننتظر نتائج الفرق الأخرى. نادي الكرخ يعني أيمن الحكيم، أنا أتكلم على أيمن. هو كان هذا سؤالي، هل هذه الخسارة هي التي يمكن ستجعلنا نشاهد أول قرار تغيير هذا الموسم؟ ثالثين. أيمن الحكيم تجربته مع نادي القاسم موسميا كانت تجربة دفاعية بحتة، نجح نجاح باهر مع القاسم وأبقى القاسم بالدوري النخبة لموسمين متتالية مع فوزه على الفرق الجماهيرية. وأعتقد اللاعبين اللي اعتمدهم حاليا هم من خيرة اللاعبين بالدوري سواء الحارث حاتم أو سيف رشيد. لكن شخصية أيمن الحكيم الموسم الماضي مع الكرخ كانت أيضا تجربة ممتازة، والدليل الإدارة بامتياز عادت التعاقد معه الموسم هذا. هذا الموسم يعني شخصية أيمن الحكيم داخل الملعب غير موجودة، أفقد نادي الكرخ هويته. حتى نوعية الاستقطابات اللي حدثت. أتفق معك، نادي الكرخ كان دائما ما يستقطب من الدرجة الأولى والدوري الممتاز ويصنع نجوم. الآن عندما تعاقدنا مع أيمن الحكيم بعد أن شاهدناه يلعب بالواقعية مع نجوم صاعدين من هذه الدوريات اللي تكلمنا عنها، شخصية الكرخ وشخصية أيمن الحكيم خلال 3 مباريات غير موجودة. لهذا احنا بنتكلم على فريق الكرخ لأن واحد من الفرق المعرقل للفرق الكبيرة واللي دائما ما يقدم مستويات ويقدم من النجوم على طول الخط. هذا الموسم أنا يعني بصريح العبارة من خلال
تتبع لما حدث أشوف أنه الفجوة اللي صارت بالفريق لم تكن إدارية بل كانت فنية بحتة، وكأنه الرجل بعد أن أثيرت بعض الكلام أحس برغبته بالتدريب بالكرخ أصبحت معدومة، والدليل أنه هو دائما ما يقف على الخط، وليس نفس الحماس ولا نفس طريقة اللعب، وليس هو الفرق اللي تعلمنا أن يقودها أيمن الحكيم إلى بر الأمان في أصعب الظروف. ولا كأفراد هل نادي القاسم يشبه نادي الكرخ؟ سؤالي واضح، هل سنشاهد أول تغيير في هذا الموسم؟ ممكن نعم بنسبة ممكن، ولكن أنا بصريح العبارة ممكن الأيمن الحكيم قد الأمور اختلفت عن البقية. أنا أيمن الحكيم أرشح للتغيير. من أي ناحية؟ من ناحية أنه ليس هو أيمن الحكيم اللي تعودنا عليه خلال 3 مواسم. فريق الكرخ وأيمن الحكيم بدون شخصية تذكر داخل الملعب، لهذا من الطبيعي جدا أن تكون هناك للإدارة كلمة. قد نسمع أستاذ حسين، قد نسمع. والآن أنت تتكلم فريق ديالى يسجل هدف التعادل في الدقيقة 86 أو 80 في مرمى فريق زاخو. فريق زاخو الذي كان قبل بداية الموسم واحد من الأندية التي أصبحت مرشحة وبقوة للمنافسة على اللقب. الآن على ملعب دهوك وبعد أن تقدم مرتين فريق زاخو الآن يستقبل الهدف الثاني والتعادل بالنسبة لفريق ديالى بتوقيت مثالي بالنسبة لديالى. البدلاء في ديالى يغيرون نتيجة المباراة بالدقائق الأخيرة. نقطة على السطر، سالم أحمد ومحمد خضيف. هسه الهدف منو سجله؟ البديل هو سالم أحمد. تذكر مباراة الطلبة؟ اي بس خلينا نوقف عند نقطة. اليوم أول مباراة مكتملة الصفوف بالنسبة لفريق زاخو. تكلم عن علي جاسم، آكام، تيميروف والمليارات. اليوم كرة القدم ما تلعب بالأموال، بالعطاء داخل الملعب. يعني خلي أجيب لك مثل. الميناء؟ لا، نادي كربلاء تعادل مع الشرطة ومع انجمعوا خلال 10 أيام، والمدرب خلال أسبوعين وقع العقد. لم ذول اللاعبين اللي موجودين ما متعاقدين مع الأندية. 10 وحدات تدريبية، أخذ تعادل من الشرطة وأخذ تعادل من الزهراء. وقد نعتقد كابتن أنه أحيانا اللاعب الواحد هو يأخذ دورينا. يعني لا بس احنا عندنا سؤال. يعني إذا تكلمنا عن فريق زاخو الآن، زاخو فاز في المباراة الأولى بصعوبة، خسر أمام الميناء، والآن إلى الدقيقة 88 هو متعادل. نتائج تتعاقد مع لاعب او لاعبين مع هذا الجمهور، ويا ريت الشباب يعطونا صورة الملعب مباشر. نعم، تتعاقد مع لاعب او لاعبين حتى ياخذوا لك دوري صعبة جدا. الفريق ادامته تتعاقد مع لاعبين او 3 غير كافيين. هذا الجانب الاخر المهم هو ماذا فعل نادي زاخو لمصطبة الاحتياط؟ هل هي بنفس جودة اللاعبين الاساسيين؟ كابتن خل بس عندي سؤال مهم الآن. نعم. إذا تيجي تتكلم عن فريق زاخو هسه، هذه المباراة يمكن أبسط مثال. ملعب جيد جداً. جمهور مثالي، أدوات تساعد على النجاح، خيرة لاعبي العراق، أفضل مدافع في العراق، أفضل لاعب في العراق اللي تم اختياره. أنتم مو الإخوان، أنتم اللجنة اختارتوا أكام أفضل لاعب في العراق. صحيح. علي جاسم واحد من افضل المواهب بالعراق، تيميروف هداف الدوري. صحيح. وبقيه اللاعبين شيركو كريم، امجد عطوان. لكن بالمقابل مصطفى سعدون لا نبخس حق ديالى قد مستوى. احنا نتكلم عن فريق زاخو، وكلامي مع كابتن خلف انه مو المليارات اللي تصنع الفريق، فلذلك فريق ديالى اليوم يستحق وفق ما قدمه امام فريق. هذا الفريق تم الكلام عنه على انه احد المنافسين لدورينا. صحيح، كلامك جدا صحيح. لا ورشحوا انه الدوري يخرج من بغداد باتجاه كردستان. هسه هو الحديث طويل، ولكن نعم الى الجوله الثالثه الفريق زاخو مو الفريق. شوف اخذ هذا بمقدار انت ما تسجل، لكن يسجل في مرماك، وهذه مشكله. يعني قد تكون مثلا المباراتين الاولى ما كان اكام، اليوم اكام ده يلعب. علي جاسم ده يلعب اليوم لاعب. اوكي. ومره اخرى راح اقول لك، وانا قلتها في بدايه الحديث، ما زال تيموروف يلعب وحده بالمقدمه من الصعوبه. اليوم منو سجل؟ شيركو سجل الهدف الثاني. يعني تيموروف لحد الان هو مسجل ما سجل، مو هو الهداف الموسم الماضي. بس احنا اتفقنا، وانا اقول توظيفه غلط.
يعني انت تجيب راس حربه. شوف خلال السنتين الاخيره اذا تتذكر جوستافو كان عندهم البرازيلي اللي هو سجل 16 هدف بالدوري واللي انتقل مراحل دول الخليج. عاده على طول اكو مهاجمين جيدين في فريق نادي زاخو. لا، الفريق اللي ممكن ان يسجل اكثر من هدف للمباراه قول هذا ممكن ان يكون فريق بطل. اليوم المؤخر هسه احنا ما تكلمنا على مباراه اربيل. اربيل اليوم بالشوط الثاني ما هو فريق نادي اربيل. هل اربيل فعلا مرشح للمنافسه على بطوله الدوري في ظل هذا الاداء؟ هذا السؤال الأهم. بالنسبه لي يمكن اتكلم عن انه فريق اربيل يعرف شلون يفوز. صح معك. بأقل مجهود. حتى الشرطه بهدف واحد، يعني احنا لا نتكلم على زاخو وعلى اربيل، حتى الشرطه والقوى الجويه المباراه السابقه تعادل. اذا الفرق كلها تعاني، يعني يجب ان نعترف انه اغلب فرقنا تعاني. هل تعاني كابتن؟ تعاني من نوعيه المحترفين، من اسلوب اللعب، من سوء الاعداد. يعني هذا يجب ان يتوضح خلال على الاقل خلال الادوار الثلاثه القادمه. كابتن حمزه، فريق خلينا ناخذ مثال فريق نادي الطلبه، الفريق اللي يسجل 4 أهداف ومباراتين وتدخل في مرمى 5، يعني هو هو اقوى خط هجوم واضعف خط دفاع. اوكي، انت هسه مشكلتك وين؟ انا على طول نقول مثلا انت تكلمت على مثلا نوعيه اللاعب الاجنبي اللي يجيبه. مباراتهم مع الطلبه، مباراتهم مع الرجال الاولانيه اللي خسروا 2-1. انت تصور على دكه الاحتياط كرار سعد تكدفاع يسرى وعبد الله خلف تتذكر جابوا كلش لاعب. معقوله انت 2 عندك في هذا المركز وتجيب محترف بهذا المركز الايراني جعفر سليمان؟ بالنتيجه اكو هذا المركز من تحتاج لاعب اجنبي. اللاعب الاجنبي اللي تجيبه لمصلحه الفريق بحيث هو يشيل لك مركز من هالمراكز. فمرات التوظيف هو خطا او الاستقطابات هي خطا، واحيانا لا المدرب يخطئ. مثلا من نتكلم احنا بالحالات التدريبيه، مثلا للدقيقه 84 ومدرب الطلبه يغير 3 مهاجمين، ينزل 3 مهاجمين اللي هم علاء وعلي يوسف ومنتظر عادل. نعم. بالدقيقه 79. ها صح. وانت مش محتاج لاعب وسط مدافع مع زيد. هذا اللي ما صار، بالنتيجه خسروا. على ذكر كابتن التوظيف، يعني احنا اليوم مع الكرخ شاهدنا زاكري، عمل زاكري وبروزه كان في نادي دهوك وين؟ بالزون في منطقه الجزاء. صح. هذا الرجل يمتلك مهاره. اليوم المدرب ايمن الحكيم مطلع على الطرف، يعني حتى فقد مهارته، اللاعب غير مؤثر. يعني اللي يشاهد زاكري اليوم ممكن ان يحكم عليه واحد من اللاعبين اللي ما استفاد من التعاقد معاهم نادي الكرخ. مع العكس، لو توظيفه يصير خلف المهاجمين او داخل منطقه الجزاء كان ممكن استفاد من عنده بالكرات، خصوصا الكرات العاليه، الكرات الصعبه السيطره عليها. هو يمتلك مهاره بايقاف الكره، بالاستلام، بالتسليم، بالتهديف. اني هذا اللاعب جردته من موهبته وشمرته على الخط. اعتقد هاي عوامل كلها ادت الى ان يكون الكرخ، يعني فعاليه فريق الكرخ غير موجوده بمنطقه الجزاء. اولا لضعف الجناحين، 2 عدم تكمله لاعبي خط الوسط مع المهاجمين بسبب المسافات البعيده. بالاضافه الى هذا الجانب اشوف انه فريق الكرخ بحاجه الى مهاجم، على الاقل مهاجم يجيد العاب الهواء، او واحد مثل زاكري ممكن ان نزجه في منطقه الجزاء يسوي لك فارق. هذا هي العوامل اللي نتكلم عنها، وانا اعتبرها فراسه مدرب. المدرب نطول المنطقه الفنيه معناتها قريب على اللاعبين، يشاهد وقت المباراه ساعه تقريبا 90 دقيقه، ساعه ونص. المدرب على الاقل يجب ان يتدخل ما لا يقل عن كل ربع ساعه، يجب ان يتدخل بموضوع مهم داخل الملعب. نطول ربع ساعه بين الشوطين، يجب ان تكون هناك كلمه شوط المدربين. نتكلم عن الحلول. لا اكيد الحلول اليوم اللي شاهدناها، لؤي صلاح تفوق بجانب مهم، تجربه القوى الجويه ما عادها. صح. انه انفتح ونطى هدف تعادل، اليوم ما همه. وانا برايي هاي واحده من الخبرات اللي ممكن ان تتراكم لدى المدرب. عندما تحس انه انت بحاجه الى 3 نقاط خارج ارضك، دافع، ما حد يقول لك عيب.
ابدا ما معي في كرة القدم الدافع، لكن ان تخسر 3 مباريات طيب. متتالية. بسؤال يعني يبدو أن حلول فريق الكرخ الهجومية كانت ضعيفة جدا، والدليل على ذلك المباراة الثالثة على التوالي وفريق الكرخ لا يسجل. يونس حمود ترك فراغا كبيرا في الكرخ. كل تأكيد اللاعب هداف، اليوم هو هداف العام كان في فريق نادي الكرخ، اليوم هو أيضا هداف في فريق نادي دوك. هو عنده القدرة على التسجيل، يعني هو سجل هدفين وأضاع ضربة جزاء. إذا تتذكر المباراة الأولى أضاع بها ضربة جزاء، هو كان ممكن عنده رصيد 3 أهداف. الجانب الآخر لفريق نادي الكرخ بقدر ما هو محتاج مهاجم هداف، أنا أقول عملية صناعة اللعب من الخلف أيضا مو موجودة. ربما اللي يتكلم عليه كابتن حمزة اللاعبين، هو التغييرات صارت، معظم التغييرات صارت في وسط الملعب. الشوط الثاني باختصار لأن مباراة الزوراء نتكلم عنها. يلا نروح للزوراء. عندي سؤال أخير مشترك. تأثير إبراهيم بايش على أربيل إلى الآن في المباراة الثالثة؟ كابتن خلاص أنا مشترك. باعتقادي فريق أربيل يلعب كرة جماعية، يعني ماكو اللاعب المميز بالفريق. قد يكون إبراهيم بالمباراة قبل هاي مع الجوية اختارينا واحد من أفضل اللاعبين، يمكن سدد كرة بالعارضة من مسافة بعيدة. اليوم الكرة الثابتة كان ممكن يسجل هدف ثاني من عتيه. لا هو في مباراة القوة الجوية صنع هدف واليوم سجل. اي اليوم سجل. لا واكو كرة بالعارضة، يعني هزة العارضة كان ممكن تكون هدف. طيب بس شوف طبيعة المدرب، يعني كابتن حمزة مدرب واحنا كلنا اشتغلنا في مهمة التدريب. عادة قد يكون هناك لاعب مميز بالفريق، لكن جماعية الفريق، روح الفريق الواحد هي، أنا أقول هي القوة الأولى بالفريق. ولهذا لؤي صلاح من نوع المدربين اللي يعتمد على الأداء الجماعي. قد يكون إصرار الكابتن لؤي على إشراك بايش خلف المهاجمين للمباراة الثالثة على التوالي، أنا أشوفها خطوة ممتازة قد يستفاد منها بهذا الجانب. طيب. لكن لو تسألني بايش قد يكون على الطرف لعدم وجود مهاجم يجيد ألعاب الهواء، ممكن أن يكون على الطرف غير مؤثر، لهذا استفاد منها بالجانب الشوت والمناولات اللي صنعت هدفين. طيب وسجل هدف. إذن الشرطة يصالح جماهيره ويفوز على فريق الجولان بهدف دون رد، ويعود من الرمادي ب3 نقاط ثمينة وثواني أيضا على نهاية مباراة فريق زاخو وفريق ديالة، والتعادل الإيجابي ما زال مستمر. نغلق مباراة الكرخ وأربيل ونفتح المباراة الأهم، مباراة الزوراء ونفط ميسان اللي راح تكون منقولة على القناة السريانية، وهذه المباراة المهمة لفريق الزوراء. كابتن، مباراة مهمة للزوراء الذي يبحث عن فوزه الأول هذا الموسم، وفريق نادي نفط ميسان يبحث عن الهدف الأول اللي يسجل، لأنه هذا الفريق 0 بتسجيل الأهداف و0 لم يسجل في مرماه، يعني شباكة نظيفة. فريق الزوراء حتى اليوم، لأنه الشرطة اليوم شرطة فاز والجوية عنده مباراة أخرى. أول فوز في فرق الجماهيرية. فرق الجماهير. إذن اليوم الزوراء مطالب أنه يراضي جماهيره، يمحي الصورة اللي ظهر بها بالمباراتين. المباراة الأولى الذكر انطرد من عنده لاعب اللي هو ماسيس، والمباراة الأخرى اللي لعبت في كلتا الحالتين يمكن الفريق ده يقدم، بس الفريق ايش محتاج للاعب الهداف اللي قادر أن يسجل.